حبايبي ابطال تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله دلوقتي هنبدا في بارت الهومورك، اسئله المعاصر كلها. تعالى كده يا معلم قبل ما نبدا المعاصر نعمل كده ريكاب، نفكر نفسنا هو كان الشابتر في ايه او ليسون 3 بالذات في ايه. يلا يا معلم كده مع بعض نخش في اول حاجه في درس البريشر. تعالى كده بس يا مستر فكرني معلش، هو كنا قلنا في شابتر 5 البريشر ده يا مستر يعني ايه؟ يعني ضغط. طيب فكرني كده معلش، هو كان ايه قوانين البريشر؟ كانت الفورس على الاريا ولازم تكون بيربنديكولار، صح ولا غلط؟ اللي هي لو اداني الماس الام جي او على الاريا، او على طول فكنا الام رو في الفول والفول فكناه اريا في الهايت، فبقت رو جي مين؟ رو جي اتش. وهو ده اللي انا عايزه دلوقتي. يبقى مستر البريشر ايكوال ايه؟ رو جي اتش، وهي دي اللي هنكمل بيها. جدع. بعد كده خدنا يا معلم جزء تاني اللي هو ايه؟ اللي هو لو عندي يو شيب تيوب اللي هو الابلكيشن، صح؟ فاكر؟ لو جينا مستر حطينا ليكويد ولنفترض ووتر او اي حاجه اهو يا عمي، هيملى دايما ان هنا قد هنا بالظبط. لازم الاثنين يوصلوا قد بعض. ليه؟ المستر قال لنا كان في 3 اس بنشتغل بيهم، فاكر؟ سيم ليكويد، سيم هوريزونتال ليفل، يبقى سيم بريشر. وهي دي بامانه كلمه السر اللي هنكمل بيها في كل الابلكيشن. كان في الكونكتد فيزل برضه يا مستر، يلا اهو كونكتد فيزل، واحده يا عمي مفروده، وواحده كبيره من فوق وصغيره من تحت، واحده زجزاج، واحده مايله. في الاخر ايه اللي بيحصل؟ مهما ملينا ميه اهو يا عمي في الاخر تحت يقعد يتملي. بعد كده مع اني بصب من ناحيه واحده هتلاقي في الاخر كلهم نفس الليفل. ازاي يا عمي؟ مش كلهم يا بابا نفس البريشر؟ يبقى كلهم نفس الليفل، صح؟ يبقى بقى بريشر 1 ايكوال 2 ايكوال 3 ايكوال 4. او لو هنا يلا 1 ايكوال 2 ايكوال 3 ايكوال 4. طالما نفس الليكويد نفس الهوريزونتال ليفل اذا نفس البريشر، صح؟ طيب يبقى كلهم نفس الارتفاع، ولازم البربنديكولار ديستانت. يعني ما تقوليش الارتفاع ده، لا الارتفاع ده برضه. طيب هنا قال لك بص بقى، افرض يا عمي جيت هنا حطيت اويل، فنزل هنا شويه اويل في الحته دي اهو، فالاويل هيدوس شويه ينزل شويه الميه من هنا لتحت، فتطلع يا مستر الميه من هنا فوق شويه. ركز بقى، كنا بنشتغل باني هوريزونتال ليفل، قال لك ثانيه في السيبريتنج سيرفيس اهو يا عم الحته دي، صح؟ اهو يا عمي اهو فين؟ اهو لا بلاش ده. في الحاله دي بامانه بص بالاسود اهو، بريشر في النقطه دي ايكوال دي، صح؟ اه يا مستر والله بريشر 1 ايكوال بريشر 2. اشمعنى؟ يلا سيم ليكويد اهو، ووتر سيم هوريزونتال ليفل نفس الخط، اذا سيم بريشر. بس خلي بالك بقى، هنا مستر اللي بيزق او اللي بيدوس هنا ده عمود ميه، اما اللي بيزق هنا عمود مين؟ ها؟ عمود اويل. مين اتقل؟ اصلا مستر قال لنا قاعدتين، خفه عوم يعني الخفيف يطلع لفوق والتقيل تحت، او التقيل يشيل الخفيف. اه فعلا تمام. يبقى حتى هنا لو حطيت اويل جيت حطيت ميه هتلاقي الاويل طلع فوق والميه نزلت لتحت. تاني حاجه التقيل هحط منه كميه قليله ايكوال الخفيف منه كميه تقيله. يعني ايه كتيره؟ يعني ايه؟ بص يا مستر، مش بريشر 1 ايكوال 2 صح؟ يعني الرو بتاع الووتر وهايت الووتر ايكوال رو الاويل هايت الاويل. بس خلي بالك بقى، مين اتقل؟ الميه اتقل من الاويل، يبقى عمود الميه اصغر من عمود الاويل. وصلت؟ يبقى رو الووتر هايت الووتر ايكوال رو الاويل هايت الاويل، صح؟ الخفيف منه كتير ايكوال التقيل منه قليل. جيب كيلو حديد وكيلو ريش، هتلاقي كيلو الحديد قد كده، كيلو الريش قد كده. ليه؟ اصلا التقيل صغير اما الخفيف كتير عشان يعوض. جامد. يبقى من هنا ده على ده ايكوال ده على ده، العكس. وصلت؟ طيب المره دي بقى يا مستر الشابتر ده بيتكلم على ايه؟ قال لك بص بقى، انا عايز يا عم اقيس ضغط الجو، اعمل ايه؟ قال لك ثانيه خلاص، جه الراجل اللي اسمه مين؟ تريشولي، عمل لنا حاجه اسمها باروميتر. فكرني كده يا مستر، ايه الباروميتر؟ يلا يا باشا، جبت بيزن في مين؟ في ميركوري، صح؟ مليت جزء منه ميركوري اهو يا مستر. يلا يا باشا نملى الميركوري الجميل بتاعنا اهو. اتملى الميركوري الجميل. بعد كده مستر قال لك هجيب تيوب، جيب يا عم التيوب بتاعتنا، هملاها كلها ميركوري. تيوب كانت كام؟ 1 متر. جدع. بعد كده هحطها على طول من غير ما يخش فيها هواء، فايه؟ هقلب التيوب هنا كده اهي. فاهم؟ قال لك بص بقى،
ايه يا مستر؟ قال لك لما حطيت التيوب اللي كانت مليانه على الاخر هيبتدي شويه ميركوري ينزل، فاهم؟ قال لك بص بقى، شويه الميركوري اللي نزل ده كده يا مستر هيسيب وراه مين؟ هل اللي دخل جوه هواء؟ لا. فاللي نزل ساب وراه ايه؟ فراغ. فاكر؟ بنسميه ترشوليوم فاكيوم، تي في، صح كده؟ طيب فاهم؟ قال لك بص بقى، قال لك ده الماسوره دي اللي كان طولها 1 متر، في جزء نزل اتبقى 76 سنتيمتر. عارف ده معناه ايه؟ جدع، معناه ان النقطه دي يا مستر، فاكر اس 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 سيم ليكويد؟ ما النقطه دي نفس النقطه دي، الاثنين ميركوري. سيم هوريزونتال ليفل، ما مستر الاثنين نفس الخط اهو. يبقى جدع سيم بريشر، يبقى بي 1 ايكوال بي 2. هو يا مستر مين اللي بي 1؟ جامد والله، ده الاتموسفيريك بريشر اهو، او البي 2. طب مين بي 1؟ قال لك اهو الميركوري زائد شويه الهواء اللي فوق. والله العظيم دول ما هوا، دول فراغ. ليه يا حبيبي؟ دول لما نزلوا مفيش حاجه طلعت مكانهم، ده بس نزلوا شويه سابوا هنا فراغ، تريشوليان فاكيوم، فراغ. فاهم؟ يلا يا مستر، فهنا مين يعتبر اللي بيدوس؟ شويه الميركوري دول بس. فاهم يا مستر؟ يبقى البي اي ايكوال رو في جي في اتش الميركوري. طب انا الرو معايا 13600 في الجي معايا اللي هي كام؟ 9.8 او 10. الهايت معايا 76، بس خلي بالك يا مستر دي سنتي تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 2. تطلع ايه؟ اعرف اجيب البي اي اللي هو طلع بكام؟ 1.013 تايمز 10 باور 5. اي خدمه بس بالايه؟ بالباسكال. وصل كده؟ وهو ده الباروميتر. قشطه؟ قشطه. طيب مستر ايه رايك نحط ميه؟ كارثه. ليه؟ يلا يا معلم، تعالى كده نفس القصه الحزينه اهو، نفس البيزن، بس المره دي هنبدا مين؟ ووتر. يلا ايه اللي هيحصل بقى؟ لا يا مستر، تعالى بقى نشوف العمود اللي سيادتك هتجيبه عشان لو هتحط ميه. تعالى نشوف، يلا تعالى نحسب. احسبها ازاي يا مستر؟ اهو هاكول، ما برضه خلي بالك بقى البريشر هنا ايكوال الضغط ده بتاع الووتر في هايت الووتر. تيجي نحسبه، والله لما جينا حسبناه اكولنا بريشر الهيدروجين، اسف الميركوري اللي هو كان 76، اللي هو قد بريشر الهواء بمين؟ رول ووتر. يبقى رول ووتر او بريشر الووتر، بريشر الووتر، صح؟ تطلع بكام؟ هيطلع ان هايت الووتر 10.33 متر. يا نهار ابيض، ده انا محتاج عمود طوله كام؟ 10.33. فعشان كده اكيد هستخدم مين؟ ميركوري. اشمعنى مثلا استخدم ميركوري؟ اصلا اتقل. يعني ايه اتقل؟ اصلا التقيل ارتفاعه قصير. تاني حاجه الفيبور لما بيحصل فاكيوم بيجي مكانه فيبور، البريشر بتاعه مش تقيل، يعني نجلكتد، مش هيعمل ضغط. تالت حاجه مستر ده لونه حلو، لونه سيلفر باين، صح؟ يبقى دي كلها اسباب تعرف لي. رابع حاجه الادهيسيف فورس كوره ضعيفه، ضعيفه، مش هيمسك في التيوب كلهم هينزلوا مره واحده ويطلعوا مره واحده. هل في حتت هتتبقى؟ لا، غير الميه. جيب كده بابا ازازه اعملها كده وبعد كده رجعها كده، هتلاقي في نقط ميه لازقه، فاهم؟ طب الميه قال لك لا، ده الفيبور بتاعها هيتحسب، تمام؟ ثانيا محتاج عمود طوله 10 متر 10.33، كارثه. طيب يبقى ده الباروميتر. طيب كده يا مستر بقول لك ايه، ما تفكرني كده فاكتورز افكت اون اتموسفيريك بريشر. فاكر؟ المستر قال لنا 4 حاجات، منهم 3 كانوا موجودين في القانون. مش يا مستر البريشر كان رو جي اتش، يبقى الارتفاع يحسب، صح؟ ليه؟ اصلا المستر كان قايلها لنا كده في سلايد من القدام اللي انا كنت بشرح فيهم. ايه؟ بص كده، ده انا عندي ارض، عندي جبل، عندي سي ليفل، عندي منخفض. بص بقى، ما البريشر يعني عمود الهواء اللي فوقيه. في الارض ده على عمود الهواء، في الجبل لا، ده انا بقرب من الاتموسفير فالعمود بيقل، صح؟ فالبريشر بتقل، صح؟ طب في الميه لا يا مستر، ده الستاندر بتاعي، ده اللي اساسا بحسب منه مين؟ ال 1.013 تايمز 10 باور 5، ولازم في درجه حراره كام؟ 0 ديجري سيليزيوس، هو ده اللي بحسب منه. طب في المنخفض يا نهار ابيض، ده عمود هواء طويل قوي، صح؟ يبقى اول حاجه مين يا مستر؟ سوري، الهايت اباف مين؟ اول حاجه هايت، ده نمبر 1 اباف سي ليفل. كل ما بطلع فوق البريشر بيقل، فعمود الميركوري يقل. ليه يا مستر؟ يلا يا باشا ارجع. مش يا مستر البريشر ايكوال رو جي اتش؟ ما رو الميركوري ثابت والجرافيتي ثابته،
يبقى البريشر مع الهايت الميركوري ولا لا؟ مع الهايت الميركوري. يعني ايه؟ والله بص، طول ما البريشر دي كبيره هايت الميركوري كبير، البريشر قلت العمود ده هيقل. والمستر بقى لنا حاجه، ركز كده بقى، البريشر دايركتلي مع هايت الميركوري اللي هو هايت الاتش جي، انفرسلي مع ترشوريان فاكيوم. ليه؟ يلا بابا، كل ما الهايت ده كبير الحته اللي فوق صغيره، صح؟ طب الهايت ده يصغر الفاكيوم اللي فوق يزيد. يبقى عشان كده بريشر مع الهايت بتاع الميركوري عكس ترشوريان فاكيوم. قشطه كده؟ افتكر القاعده دي كويس جدا. ماشي يا مستر، كمل. يبقى اول حاجه بتاثر على الضغط هي مين؟ هايت اباف، فوق سي ليفل. ويا مستر من الاخر كل ما بطلع فوق اكتر البريشر بيقل، صح؟ يلا الهايت ده قصدي بيه مين؟ ما تنساش الهايت ده الدبس المره دي يعني بنزل لتحت. فعلا كل ما بنزل لتحت البريشر بيزيد، طب كل ما بطلع لفوق البريشر بيقل، انفرس. تاني حاجه مستر مين؟ الجرافيتي دايما كونستانت. تالت حاجه بتتاثر امتى؟ في الارتفاعات البعيده جدا مش تبعنا. تالت حاجه مستر فكرني كده، كان مين تاني؟ الدينستي. ازاي؟ افتكر الارض تحت الهواء دينستي كبيره، طب كل ما بطلع فوق الدينستي بتقل. مستر فكرتني ازاي؟ بيتسلقوا الجبال احسن فوق الهواء ولا تحت؟ لا، ده الهواء التقيل دايما ينزل، صح؟ فوق الجبل الهواء مش عارفه تنفس، ليه؟ اصلا الدينستي قليله، الهواء كله نزل تحت. جميل. رابع حاجه تمبريتشر. ليه يا مستر؟ فكرني كده، فاكر رو مع الفول، الام ثابت، التمبريتشر زاد يا مستر، الجزيئات ابتدت تبعد عن بعض فالفوليوم زاد فالدينستي بتقل، ولو الدينستي قلت يبقى البريشر يقل. يعني من الاخر البريشر مع التمبريتشر ولا عكسه؟ عكس التمبريتشر. اللي عنده تمبريتشر عالي عنده بريشر قليل، والعكس صحيح. تحفه. ماشي. ايه كمان يا مستر؟ يبقى دول الحاجات اللي بتاثر على مين؟ الاتموسفيريك بريشر. فكرني كده تاني، خدنا ايه؟ خدنا اليوزز اوف باروميتر. بيعمل ايه يا مستر الباروميتر؟ فاكر؟ اول حاجه بيقيس مين؟ الباروميتر كان بيعمل ايه؟ بيقيس الاتموسفيريك بريشر. تاني حاجه فاكر؟ بيقيس هايت اوف بيلدينج او ماونتن. ازاي؟ فكرني كده بسرعه، ده انا بعمل سمري، انا عايز افتكر كده كل حاجه. يلا يا مستر، ده الاتموسفير. عندي يا مستر جبل وارض، انا عايز احسب ارتفاع الجبل. مش هنخرم الجبل ونرمي متر، هنعمل ايه؟ نحط باروميتر فوق وباروميتر تحت. فكرني كده، الباروميتر بيعمل ايه؟ بيقيس البريشر، صح؟ اولا مين عنده كولم الميركوري اعلى؟ افتكر كده مستر، هو مين عنده ضغط اعلى؟ بص كده، ده عنده العمود ده بس، اما ده عنده كل العمود ده، صح؟ يبقى اكيد تحت بريشر عالي فالهايت بتاع الميركوري عالي فالترشوريان فاكيوم قليل. فوق بطلع اكتر العمود يقل فضغط قليل الارتفاع قليل، صح؟ فالترشوريان فاكيوم كبير. ايوه يعني بعمل ايه؟ بص بقى يا قلبي، مش تحت انا بجيب طول عمود الهواء ده وفوق بجيب الحته دي، مالك نمينسهم من بعض. يلا يا باشا، هماينس مين من مين؟ دول من دول. شكرا. لو ماينست الارتفاع الطويل ده ولنفترض ده 10 كيلو، وماينست منه الارتفاع الصغير ده ولنفترض 2 كيلو، ماينست ال 10 200 هجيب مين؟ الارتفاع اللي من تحت ده اللي هو كام؟ 8 كيلو. يا ابن اللذينه، ما ال 8 كيلو ده ارتفاع مين؟ الجبل. يعني هتعمل ايه؟ يلا اكتب ورايا. لو عملت فرق البريشر بتاع الميركوري، مش الميركوري ده بيجيب ضغط الجو، فلو جبت فرق البريشر بتاع الميركوري يعني دلتا بي الميركوري هو دلتا بي الاير، فرق بريشر الهواء. فاهم؟ يلا يا مستر، اولا الجي هتطير مع جي، يتبقى رو الميركوري ودلتا يعني فرق الهايت، واكيد طبعا هايت تحت، لو ده هايت 1 وده هايت 2 يبقى اقول هايت تحت ماينس هايت 2. مش ده يا حبيبي ايكوال رو الاير في هايت فرق الاير؟ هو فين الفرق؟ ده ماينس ده، يطلع مين؟ يطلع اللي انا طالبه اهو، هو ده اللي انا عايزه. يبقى يطلع بي اير في هايت مين؟ البيلدينج او الماونتن اتش بي. وصلت؟ يبقى في الحاله دي هيديني مين؟
يديني الرو بتاع الميركوري معايا. يقول لك تحت كان 76 فوق كان 30 مثلا، يبقى 76 ماينس 30 ايكوال رو الهواء جبته تعرف تجيب ارتفاع مين؟ ارتفاع البيلدنج. وصلت الكلام ده بسرعه، ده كنا شارحينه بالتفصيل انا بنجز لك. طيب خدنا ايه تاني؟ خدنا اليونتس اوف بريشر. فكرني كده يا مستر، ايه اليونتس اوف بريشر؟ ها في كتير. مين الجوكر بتاعنا؟ واحد ضغط جوي، واحد اي تي ام، ده الجوكر. فاكر؟ كل ما نهب ودب قال لك انا هعمل لك يونت. اول واحد فيهم طبعا ده مشكورا الباسكال او نيوتن على متر سكوير. كان ده مين يا مستر؟ والله الواحد اي تي ام بكام باسكال؟ فاكر؟ 1.013 تايمز 10 باور 5 باسكال او نيوتن على متر، صح؟ يجي واحد اسمه بار قال لك بقول لك ايه، انا عايز احط التاتش بتاعي، هتعمل ايه؟ هنشيل ال 10 باور 5، فده يا مستر بكام؟ 1.013 بس بالايه؟ بالبار. ماشي يا عم ماشي، ده اللي انت عملته. جه قال لك بقول لك ايه، هو مش الواحد اي تي ام 76 سنتيمتر اتش جي؟ واحد قال لك انا احط التاتش، ما 76 سم هو مين؟ 0.76 بس بالمتر اتش جي. ماشي يا عم هنمشيها لك. جيت الشغل قال لي انت عبط ولا ايه؟ ده انا اللي عامل القصه دي يا عم، انا احط يونت باسمي. هعملها ايه؟ خلاص بدل ما سنتي اخليها ملي. طب هو السنتي فيه كام ملي؟ السنتي فيه 10، ف 76 تايمز 10 تطلع 760 ملي متر اتش جي. هو الملي متر اتش جي دي اللي هي ايكوفلنت لمين؟ جدع تور ترشول لي يا عم، هعمل القصه باسمي. طيب احول ازاي؟ تعال نجيب اي حاجه لاي حاجه نحولها. قول اي رقم. كام؟ 7. عايز 7 مين في دول؟ بار يا عم. عايز تحوله لمين؟ اختار اي رقم من دول. متر اتش جي للتور يا عم. يلا في طريقتين، طريقه للي فاهم وطريقه الحفظ. تعال اقول لك الطريقتين. يلا يا مستر، هو مين الجوكر بتاعنا هنا؟ الاي تي ام. فبعد اذن سيادتك هو الواحد اي تي ام كان كام بار؟ ثانيه، واحد اي تي ام 1.013. ولو سمحت دي حفظ، من غيرها والله العظيم ما هتعرف تحل. هو الواحد اي تي ام كان كام بار؟ مش انت بابا عايز من بار لتور؟ فدلوقتي قصتي مع البار ومع التور كام بار؟ 1.013. طيب نفس الواحد اي تي ام كام تور سيادتك؟ الواحد اي تي ام 760 تور. شاطر، 760 تور اللي هو سنتيمتر اتش جي. يعني ال 1.013 بار ايكوال 760 سنتيمتر اتش ملي متر اتش جي اللي هو تور. انت عايز مين بقى؟ عايز 7 بار؟ يبقى كام تور؟ جدع. وتعمل ايه؟ كروس مالتيبيكيشن. شكرا خلصنا يا ابن الذين. يعني لو عايز تجيب بقى الاكس تطلع ايه؟ يلا ده في ده على ده، يبقى 7 في 760 على كام؟ 1.013. شكرا ايكوال نقط تور. بس كده؟ بس كده. طيب مستر ده اللي الفهم. طب انا عايز احفظ، اعمل ايه؟ يلا يا حبيبي لو عايز تجيب الرقم اكتب ايه؟ يلا الجيفن، الرقم الجيفن اللي مديهولك. انت عايز كام؟ عايز 7؟ يعني اكتب 7. في انت عايز مين تور؟ هو التور كان كام؟ 760، يبقى اكتب 760 للي انت عايزه. يبقى الرقم الجيفن اكتب ورايا يلا بالعربي. الرقم اللي مديهولك اللي هو ال7 في اللي انت عايز تروح له. انت عايز تروح للتور اللي هو 760 على الاوريجينال يونت بتاع البار. هو البار كان بكام؟ 1.013، يعني الرقم الاصلي بتاع البار. شكرا خلصت. يبقى الرقم الجيفن تايمز اللي انت عايز توصل له على اصل اليونت اللي مديهولك. هو اصل اليونت مين؟ بار 1.013. ليه احفظ؟ ما عندك الفهم اهو، كروس مالتيبيكيشن. طب يا انا مستر رباح بحب احفظ بحب افهم براحتك عيش. اتفقنا؟ طيب يبقى انا كده عرفت التحويلات، عرفت الفاكتورز اللي بتاثر على الاتموسفيريك بريشر، عرفت اليوزز اوف مين؟ اوف الباروميتر. طب بقول لك ايه، فكرني كده، هو الباروميتر بيتاثر بايه وما بيتاثرش بايه؟ تعالى كده بسرعه. الباروميتر ما عنديش مشكله اذا كان انكلاين او فيرتيكال، وما عنديش مشكله في الراديوس. يعني ايه؟ بص بقى يا مستر تعالى كده فكرني. يعني انا لو عندي باروميتر كده لو واقف لازم الارتفاع ده يكون كام؟
76 سنتيمتر. طب لو مايل برضه لازم الارتفاع يكون كام؟ نو والله نفس الليفل. كام؟ انهي بقى الارتفاع ده؟ لا البربنديكولار ديستانت ده برضه لازم يكون 76 سنتيمتر. طب يا مستر دي تيوب تخينه، دي تيوب صغيره ولا تفرق. طب دي مايله، دي نايمه ولا تفرق. طب دي طولها 3 متر ودي طولها 1 متر ولا تفرق. لازم في الاخر نفس الايه؟ الميركوري هيقف عند كام؟ 76 سنتيمتر اتش جي. يبقى لا الاريا تفرق، الراديوس بتاع التيوب ما يفرقش. واحده طولها 60 متر وواحده طولها 1 متر هيفضل في 76. طب انا طول التيوب كلها 76 سم، في الحاله دي الترشوليوم فاكيوم بس هيبقى زيرو. خلاص مفيش حاجه تنزل. صح ولا غلط؟ طيب اعمل حسابك في حاجه، لو ده البيزن كل ما يكون الضغط اعلى هيزق الميه لفوق فالهايت هيزيد. يبقى لو البريشر عالي الهايت هيزيد فالترشوليوم فاكيوم يقل. صح؟ طيب افرض بقى الضغط قل، ركز بقى معايا تيوب اهي. افرض بقى مستر الضغط قل، مش هدوس هنا تحت فالهايت هنا هيقل فالترشوليوم فاكيوم يزيد. ركز بقى معايا، لما الترشوليوم فاكيوم يزيد مش ده معناه ان الميركوري هيقعد ينزل تحت فيزود منسوب مين؟ يزود منسوب الميركوري في البيزل. فاهم حاجه؟ ما هو الميركوري بدل ما كان في التيوب نزل فيزود مستوى فين؟ تحت. اعمل دايما حسابك في حاجتين. انا دلوقتي يا بابا معايا ازازه ميه مليانه ومعايا طبق او معايا حله. طول ما الازازه مليانه الحله فاضيه. كل ما هدلق من الازازه في الحله تمام الفراغ اللي في الازازه يزيد والحله تتملي والارتفاع الماء اللي جوه واللي جوه الازازه يقل. يعني مثلا اهو دي يا بابا ميه، ركز كده معايا، شويه ميه قليلين اذا الفراغ كبير. صح؟ تمام؟ كل ما هحط ميه اكتر في الحله الميه هنا تقعد تقل. صح؟ والفراغ ده يقعد يزيد. دي قاعده لازم تعرفها. صح؟ والحله تكتر. قشطه كده؟ اهو يعني في الحاله دي المستوى ده كده هيزيد اهو. صح؟ والهايت هيقل والترشوليوم فاليو هيزيد. يعني دايما نعرف الترشوليوم فاليو مع الحله دايركت. وصلت؟ اللي بعده خدنا يا مستر، خدنا حاجه اسمها ايه؟ كابيلاري تيوب. كابيلاري تيوب. ايه الكابيلاري تيوب ده؟ تيوب رفيعه جدا. صح؟ زي الشعريه كده. تمام؟ هو بيقول لك التيوب الشعريه حاجه رفيعه واجيب ثريد اوف ميركوري احطها جوه. عندنا كام اورينتيشن؟ 3. هوريزونتال، افتكر خط الهورايزون. فيرتيكالي بس الاوبن اب. فيرتيكالي والاوبن داون. فكرني كده يا مستر. هجيب التيوب احط حته ميركوري. تمام؟ اهو تيجي تقف هنا. التيوب كانت مفتوحه، حطيت حته ميركوري فبص كده لما الميركوري هتنزل هتقعد تحشر هنا شويه هواء. خلي بالك المره دي بقى التيوب فاضيه فيها هواء. هحط هنا هتحشر شويه هواء، هنا بقى هواء. لو خليتها بالعرض هتلاقي الميركوري قاعد يروح يجي لحد ما يقف. وقف في النص. عارف ده معناه ايه؟ جدع. معناه ايه؟ ان الترابت جاز اللي هنا اهو البريشر بتاع الجاز ايكوال البريشر اللي من بره اللي اسمه اتموسفيريك بريشر. يبقى من الاخر تلاقيها هوريزونتال بريشر الجاز ايكوال اتموسفيريك بريشر. وبعد اذن سيادتك الارتفاع ده او الهايت بتاع الميركوري ده يعتبر ضغط. هنا الهايت ده مش يعتبر طول، يعتبر ضغط، عشان اتفقنا الضغط الجوي 76 سم. فلو قلت لك ده انا عندي ميركوري 5 سم يعني هو ضاغط ب 5 سم. فاهم حاجه؟ مش طوله 5. يعني فهنا الطول بالنسبه لي يعتبر حاجه بتضغط. طيب افرض بقى مستر فاتحه لفوق وحته الميركوري واقفه هنا اللي هي طولها اتش. يلا في الحاله دي الجاز تحت. صح؟ وضغط الهواء لفوق. فثانيه بقى، هو هنا يا مستر في كام حاجه دايسه على الجاز؟ شويه الميركوري والهواء دايسين على الجاز. فاكر؟ يبقى بريشر الجاز ايكوال البريشر الاير زائد الاتش الميركوري. وثانيه هنا الاتش تعتبر ايه؟ والله العظيم ضغط. يعني في الحاله دي ممكن نشيل البي اي نحطها كام؟ 76 سنتيمتر اتش جي. لو هنسيب دي اتش زي ما هي. يا اما تشيل الميركوري تقول رو جي اتش وتبقى بالباسكال. طب هنا ثانيه بقى، افرض كانت الاوبن داون وورد. ثانيه بقى الا ما خدهاش تقع عشان اتفقنا حته صغيره. في الحاله دي الضغط اللي بيزق من تحت ايكوال شويه الميركوري زائد كمان الايه؟ الجاز اللي جوه. يبقى الجاز زائد الميركوري ايكوال الهواء. يبقى بريشر الجاز زائد الاتش ايكوال البريشر الاير. وبعد اذنك
طالما اشتغلت ان الميركوري الضغط بتاعه اسمه اتش، يبقى الاير لازم يكون كام؟ 76 سنتيمتر اتش جي. عايز احول بقى معاك اللعبه بتاعتنا. وصلت؟ اخر حاجه مانوميتر. يطلع ايه المانوميتر؟ ببساطه فاكر اهو جهاز اهو كان عامل كده. طبعا ده الاول بيبقى مقفول، خلاص شكرا، مقفول. هنا بحط شويه جاز في يو شيب تيوب، ناحيه اوبن والثانيه كلوز، صح؟ طيب طالما ده مقفول فخلاص مهما صبيت ميركوري، واولا في نوعين، يا ووتر مانوميتر هنا في ميه، يا ميركوري مانوميتر هنا في ميركوري، فاكر؟ طيب بعد كده عملت ايه؟ فتحت الحنفيه دي. اولا مين يا مستر دايما اللي بيزق هنا؟ اتموسفيريك بريشر، بي ايه، صح؟ يلا افرض فتحت بقى حنفيه الجاز. يلا يا مستر تعالى نفتح حنفيه الجاز. يعني دي دلوقتي بقت ايه؟ بقت اوبن اهي. دي بقت ايه يا مستر؟ تك اوبن. فلك ثانيه بقى، الجاز اللي جوه ابتدى ينزل يزق فين؟ اهو كده، ده بريشر الجاز. عندي كام حاله؟ 3 حالات. يا اما هلاقي الهايت لا طلع ولا نزل، فاكر؟ خلاص يبقى اكيد اللي بيزق هنا ايكوال ده، يبقى بريشر الجاز ايكوال اتموسفيريك بريشر. شكرا. يبقى هل الانبوبه هتطلع وتنزل؟ لا، يبقى فرق الضغط بكام؟ زيرو، مفيش فرق ضغط. هيفضل فين؟ سيم هوريزونتال ليفل. يعني ايه مستر سيم هوريزونتال ليفل؟ يعني البريشر في 1 ايكوال البريشر في 2. يعني ما اللي هنا بيزق هنا اتموسفيريك بريشر، مين اللي بيزق هنا؟ جاز، يبقى ده ايكوال ده. طيب افرض بقى مستر تاني حاله اهو، يلا نفس القصه عملتها، بس هنا ايه اللي حصل؟ لقيت الجاز ابتدى فين؟ يطلع. لقيت الجاز ايه؟ ابتدى يطلع هنا بقى لما فتحت. ايه اللي هيحصل؟ اهو ثانيه بقى، ايه اللي حصل هنا؟ ركز. لما البريشر بتاع الجاز داس ابتدى ينزل هنا شويه ميركوري، والميركوري هنا يطلع لفوق. طب بشتغل دايما بأنهي نقطه؟ سيبريتنج سيرفيس يا مستر. فبرضه ده معناه بريشر 1 ايكوال بريشر 2. مين يا مستر في البريشر 1؟ ها؟ والله جاز. مين ال 2؟ لا ثانيه، شويه الميركوري زائد مين اللي بيزقه فوق؟ بريشر الاير. يبقى ثانيه بقى، يبقى هنا بريشر الجاز ايكوال بريشر الميركوري زائد الضغط الجوي. بس يا مستر عندنا حاجتين، ايه هي؟ يا اما اشتغل بالباسكال، ففي الحاله دي الاير 1.013 تايمز 10 باور 5. في الحاله دي هشتغل الميركوري بكام؟ رو ميركوري جي في الاتش الميركوري. يا اما هشتغل بمين؟ بالاتش، هو السنتيمتر اتش جي. في الحاله دي لو بالسنتيمتر اتش جي يبقى رو الجاز البريشر اير ب 76 زائد الاتش. بقى فين الاتش؟ اللي هو الحته اللي طلعها. فاهم حاجه؟ وبعد اذن سيادتك لو جينا نعمل دلتا البريشر هيطلع في اتش بالبوزيتيف، صح؟ في ايه؟ حته طلعت. لو الاتش ده طلع مثلا 10 سم، او انا اسف فرق البريشر طلع 10 سم، هل ده معناه ال 10 سم طلعوا من هنا بس؟ لا، امال دايما البريشر او فرق البريشر الهايت بتاع الميركوري ده لازم ينزل من ناحيه ويطلع من ناحيه. بمعنى يعني 10 سم دي اهو هما المفروض كانوا ايكوال بعض، صح؟ هو الفرق بينهم 10، ايه اللي هيحصل؟ ده هينزل 5 وده يطلع 5. وصلت؟ طيب تعالى بقى يا معلم ايه؟ تالت حاجه اهو، ركز في دي. يبقى الرقم اللي طلع ده هينزل من واحد ويطلع من الثاني؟ لا، هيتقسم على الاثنين. يتقسم على مين؟ الاثنين. فواحد ينزل والثاني يطلع. طيب تعالى بقى يا معلم مين؟ اخر حاجه كانوا في الاول ايكوال بعض، صح؟ افرض بقى الهواء كان اقوى. ثانيه بقى مثلا الهواء لو اقوى، الهواء هيدوس هنا تحت، فهيدوس هنا فيروح مطلع مين؟ هيطلع ده كده فوق شويه. برضه بنشتغل فين؟ سيبريتنج سيرفيس اهو يا عم. فبريشر 1 برضه يا مستر ايكوال بريشر كام؟ 2. خلي بالك بقى مين يا مستر بيزق هنا؟ ده الجاز وشويه الميركوري اللي ارتفاعهم اتش ايكوال مين؟ اتموسفيريك بريشر. يبقى هنا بقى بي جاز زائد بي ميركوري ايكوال اتموسفيريك مين؟ بريشر. وبرضه عندي كام حاله؟ حاجتين، يا اما الباسكال يبقى شيل الرو ميركوري اقول رو جي اتش. طب لو قال لي بقى هشتغل بالسنتيمتر اتش جي ثانيه، يبقى هنا البي بكام؟ 76 سنتيمتر اتش جي. وهنا لو جبت دلتا بريشر لازم يطلع بالنيجاتيف. يعني ايه بالنيجاتيف؟ يعني اقل. يعني ايه اقل؟ ما الجاز اضعف من مين؟ من البريشر، من الاتموسفيريك بريشر. وصلت؟ ودي كده الثلاث حالات بتوعنا.
بعد اذنك ركز، فرق البريشر الهايت اللي بيطلع ده هينزل من ناحيه واحده بس؟ لا، بيتقسم على مين؟ الناحيتين. مش هما في الاول كانوا ايكوال؟ فرق الهايت 6 سم، هتلاقي ده نزل 3 وده طلع 3، فاهو طلع ال6. وصلت كده؟ ركز بعد اذنك في كل اللي انا بقوله ده، كل ده هنستخدمه فين؟ في الحل. طب افرض بقى يا عمي، بقول لك ايه، جبت لك هنا اهو كده، وجيت عند الناحيه دي حطيت لك جاز تاني، جاز مثلا 2، يبقى هنا جاز 1 وهنا جاز 2. خلاص هتشوف البتاع طلعت مين؟ والله لو فضلوا في نفس المستوى يبقى ده البريشر هنا قد هنا. طب افرض بقى يا عمي طلعت هنا اكتر خلاص ايه اللي هيحصل هنا؟ برضه يا عم والله في الحاله دي اعمل خط اهو سيبريتنج سيرفيس، وامستر دي نقطه 1 ودي نقطه كام؟ 2، يبقى بريشر 1 ايكوال بريشر 2. ثانيه بقى، يبقى هنا مين اللي بيزق؟ الجاز. يبقى مين؟ بريشر جاز 1 ايكوال مين بيزق هنا؟ حاجتين، شويه ميركوري وجاز 2، صح ولا غلط؟ يبقى ايكوال بريشر الميركوري زائد بريشر الجاز 2. وعيش، صح ولا غلط؟ وفي الحاله دي والله بريشر الميركوري حالتين، يا اما يديك السنتي نحسبه، يا اما يديك مين؟ يا اما يديك الرو والجي والاتش ولو عايزه بالباسكال. وصلت كده؟ يا رب نكون لمينا كده الدنيا دي بسرعه. تعالى بقى يا باشا نخش في جزء مين؟ نخش في جزء الاسئله بتاعت المعاصر، تمام؟ نحلها واحده واحده ونخلص كل اللي فات. يلا بقى يا شباب مع بعض، سؤال كده واحده واحده ويلا بينا. اول سؤال بيقول لك 4 barometer tube have been filled with mercury. ماشي يا عم. then upturned in open mercury filled basin. ماشي يا عم. as shown in the figure. in which of these tubes the height mercury column is not representing the atmospheric pressure. ثانيه قال لك ايه is not. طيب تعالى كده يا معلم واحده واحده بذمتك كده، مين يا عم من دول اللي ما ينفعش الاتموسفيريك بريشر؟ اولا لازم وانا واقف النقطه دي اهو البريشر هنا ايكوال بريشر الهايت بتاع الكولم، ففعلا الكولم ده ايكوال اتموسفيريك بريشر. حتى لو كان نايم، حتى لو كان الاريا مختلفه، مين الوحيد اللي مش قد الاتموسفيريك بريشر ده؟ عشان اكيد الهايت اقل، ولو الهايت اقل اذا الاتموسفيريك بريشر مختلف، صح ولا غلط؟ جميل. تعال نشوف اللي بعده. بص رقم سي، قال لك the mercury height inside the tube of mercury barometer decrease when. يلا يا عم واحده واحده كده. قال لك الميركوري هايت inside the tube of mercury barometer decrease. يلا مستر، فاكر ساعتها قلنا ايه؟ قلنا البريشر رو جي اتش، صح ولا غلط؟ يلا يا بابا، ما الاتموسفيريك بريشر هو رو الميركوري والجي والاتش الميركوري. امتى يا مستر الهايت بتاع الميركوري يقل؟ لما البريشر بتقل. تعال نشوف، هل amount of mercury increase ولا cross section of tube increase؟ طبعا التيوب مالهاش علاقه. ولا البروميتر تمام transferred to top of high mountain؟ ايوه يا عم هي دي صح. اما برضو الاماونت اوف ميركوري مالهاش اي علاقه، وان انا استخدم تيوب كبيره مالهاش علاقه. بس الفكره دي يا عم اهو ده الاتموسفير، وانا فوق الجبل العمود اللي فوقيه قل، يبقى البريشر قل، يبقى اكيد هايت الميركوري هتقل، يبقى الاجابه رقم سي. اللي بعده the presence of a small amount of air in space above a mercury in barometer tube lead to decrease mercury level inside the tube because air molecule has ايه؟ تعالى يا عمي واحده واحده تعالى نشوف. بيقول لك البريسنس اوف سمول اماونت اوف اير ان ذا سبيس اباف ميركوري. اهو يا بابا لو ده ميركوري، تخيل كده فوق الميركوري اهو حطيت هنا سمول اماونت اوف اير ان باروميتر تيوب ليد تو ديكريز ان ميركوري ليفل. اكيد طبعا في الحاله دي الميركوري الاير ده يزق الميركوري تحت، صح؟ بيكوز اير موليكول. هل يا عمي هو هيكول داون الميركوري؟ ملوش علاقه بان هو يبرد. هل هيسخن؟ برضه ملوش علاقه. ولا بريفنت ايفابوريشن؟ برضه لا. ولا increase pressure؟ اكيد طبعا بيزود الضغط على مين؟ على الميركوري، اذا هينزله لتحت. اللي بعده two adjacent mercury barometer X and Y has cross section area 1 و2. ماشي. so the ratio between the height of mercury column in tube of barometer X to barometer Y. والله العظيم الاريا doesn't affect البريشر. ليه؟ والله يا مستر البريشر بيتاثر بايه؟ رو والجي والاتش وطبعا التمبريتشر، غير كده ولا اي حاجه، يبقى تفضل 1 to 1. اللي بعده the opposite figure show a mercury barometer. ماشي يا عمي. which of the shown distance decrease by increasing the pressure. طيب واحده واحده بقى عشان في اكتر من اختيار. طيب تخيل كده يا مستر البريشر زاد اهو، ضغط زاد، فايه اللي حصل؟
قلنا يا عم في الحاله دي الميركوري تمام ده كده هيبتدي يطلع فوق، ما انا دوست على الميركوري صح، فيبتدي يطلع فوق تيوب. فاولا كده الميركوري مستواه هيزيد، يبقى الهايت هيزيد صح، يعني بي هيزيد، ولو بي هيزيد يبقى ايه؟ هيقل. يبقى ايه معانا؟ اتفقنا مستر البريشر زاد، الهايت هيزيد، فالترشولي فاكيوم هيقل صح؟ طيب هنا بقى السؤال، ما لو يا بابا قعد يطلع من البيزن تمام الميركوري وقعد يخش في التيوب، مش ده كده مستوى الميركوري في البيزن هيقل؟ اه يا ابن اللذينه، يبقى مين ومين يا معلم؟ يبقى اكيد اي وسي. ليه؟ ما تنساش برضو، ما انا معنى ان في ميه دخلت جوه التيوب او في ميركوري دخل جوه التيوب، ما هو كده قل من البيزن اللي موجود اصلا. طيب قال لك if air is leaked into the upper part، لا ثانيه بقى، ده في شويه هواء تسربوا اوف تيوب، then the height B of mercury column هيحصل له ايه يا معلم؟ واحده واحده كده. لو دخل هواء يا مستر، مش كنا لسه قايلين فوق الهواء هيضغط على الميركوري من فوق، فهينزله تحت شويه، يبقى الاجابه decrease. اللي بعده the following figure تمام for mercury barometer which are different in cross section area، والله العظيم ما بتختلف تمام are used to measure atmospheric pressure in 4 different places at same temperature in which barometer reads the least value of atmospheric pressure. يلا يا بابا، مين اقل فاليو؟ طيب واحده واحده بس كده عشان تفهم الدنيا. طيب هو عايز مين؟ قال لك انهي باروميتر في دول هيقيس اقل فاليو. طب تعالى نشوفها مستر، اول واحد، اول واحد اهو تمام، فارى 76.1. طب التاني اهو من هنا لحد هنا ارى 76. طيب التالت من هنا لحد هنا، والله اساسا بي زي سي، فلو اخترت بي ما تختار سي، يبقى ده غلط وده غلط. طيب وده يا عمي قال لك ليست فاليو، يعني ايه ليست؟ اقل فاليو. طب ما لما اساسا ايه 76 بوينت حاجه، يبقى دي غلط. تعالى بقى نشوف دي واحد دلوقتي مغفل يقول لي ما في 75 اهو. حبيبي امتى يا بابا بنقرا؟ من توب لحد هنا اهو، لحد النقطه اللي فيها اير بريشر، صح ولا غلط؟ طب ما لو دي 75 تمام، لا ده كبير قوي فرق بينهم كتير، صح ولا غلط؟ يبقى الاجابه مين؟ يبقى الاجابه اكيد رقم دي. ليه؟ ده بص كل دي ناقصه، فهي 75 ماينس حاجه، فطبعا دي غلط تمام. فمين يا عم اللي هيقرا ليست فاليو اوف اتموسفيريك بريشر ده حتى من غير الرقم؟ يعني حتى لو افرض مثلا دي كانت 76 يا عم زيهم يا عم 76.1 كنت اختارها برضه؟ ما كنتش اختارها. ليه؟ بابا البريشر من هنا لحد هنا، صح ولا غلط؟ طيب يبقى اكيد هي دي. اللي بعده two mercury barometer are identical، شبه بعض بالظبط. however one of them has a vacuum space، ثانيه بقى، ده اللي فوق ده vacuum تمام، above the mercury level in the tube while the other has air، والتانيه air. ماشي يا عم، واحده واحده كده. قال لك with the height that are as shown in the figure then the pressure x equal. طيب بريشر مين؟ بريشر اير اكس. طيب واحده واحده كده يا مستر ونشوف الدنيا. طيب اولا يعني ايه يا بابا الاثنين ايدنتيكال، الاثنين قد بعض بالظبط صح؟ يعني ايه؟ يعني بص يا مستر، لو من هنا لحد هنا اهو، لو من هنا لحد هنا اهو، ده عندنا 200 مللي و600 مللي، يعني ده برضو قصاده كده 600 و200، يعني ده كده 800 مللي. دي حاجه لازم تكون فاهمها عشان قال لك الاثنين ايدنتيكال. طيب هنا بقى هو الميركوري يا مستر هنا قد ايه بالظبط؟ والله لو دي كلها 800 اهي من فوق لتحت، نشيل 50 ملي اير يبقى ده 750 ملي متر اتش جي. طيب صح كده؟ يبقى لازم يكون الضغط قدامها واحد. ليه؟ والله يا مستر لازم البريشر هنا اللي هو الضغط الجوي هنا ايكوال نفس الضغط الجوي اللي هنا، يبقى البريشر بتاع الميركوري ده ايكوال البريشر اللي قصاده، بس اللي قصاده بقى لا بتاع الميركوري زائد ووتر، زائد اير انا اسف، صح ولا غلط؟ يبقى ثانيه بقى، يبقى مستر بريشر ميركوري تاني مره، صح ولا غلط؟ اهو بريشر مثلا اهو اسمي ده 1 وده 2 تمام، 1 صح كده اهو، طب جبت كده على جنب 1 ايكوال بريشر 2. والله يا مستر بريشر 2 اللي هو الرو، طب يا مستر ما هنا اهو اللي هو مين يا عمي؟ ما الرو واحد، صح ولا غلط؟ تمام، اللي هو رو يا عم ميركوري اتش جي في هايت الاتش جي. طب ما هنا رو الاتش جي في هايت الاتش جي زائد بريشر مين؟ بريشر الاير، صح؟ طب ما انا يا عم على طول ما هو نفس الحاجه بالظبط.
طب على طول ممكن اشتغل بالمليمتر، حتى الاجابات عايزها بالمليمتر اتش جي على طول. يبقى ده عامل 750 مليمتر اتش جي ايكوال 600 مليمتر اتش جي زائد بي جاز، صح؟ يا عم يبقى بي جاز بكام؟ ب 150، صح كده ولا لا؟ عشان الاثنين صح ايكوال مين؟ ايكوال الميركوري اللي ناحيه اليمين. يبقى خلاص يا عم لو ده 750 يبقى الاثنين دول على بعض 700 وكام؟ 750. ما اللي تحت 600 مللي يبقى اللي فوق 150 مللي. تعال نكمل. The opposite figure, the reading of mercury barometer was 0.71. ماشي يا عم، يبقى ده مين ده؟ atmospheric pressure PA. طيب at sea level, so proper reason for this reading is. يلا يا ريس تعالى كده نشوف. هل السبب في القصة دي هل presence of space of length 3 سنتيمتر above الميركوري، ولا spill of some mercury outside the basin، ولا leaking of air bubble to inside the tube، ولا atmospheric pressure تمام at this condition كذا. طيب اولا كده يا مستر في حاجه انت ناسيها، ايه؟ ان عند السي ليفل وعند 0 ديجري سيليزيوس ده الستاندر، ده المفروض يكون كام؟ 76 سنتيمتر اتش جي. طيب هل اللي موجود 76؟ لا، ده موجود 71 مع 0.71 متر يعني 71 سنتيمتر. واحد يقول لي ازاي يا مستر؟ هنا بقى التريك. ايه اللي يخلي البريشر يقل؟ فاكر حاجه من الاربعه دول ايه هي؟ اولا يا اما انا طلعت ارتفاع، قال لك ما طلعتش ارتفاعات. طب لعبت في تمبريتشر؟ لا والله يا عم التمبريتشر للستاندر. طب هل عملت حاجه؟ لا، يبقى اكيد ان انا دخلت جوه شويه مين؟ هواء. ليه؟ لسه حالين السؤال ده مرتين ورا، ان لو جوه في هواء هيضغط على الميركوري هيروح منزله تحت شويه، صح ولا غلط؟ يبقى كده يا مستر في جوه شويه هواء دخلوا فين؟ في التيوب. اللي بعده The opposite figure show two mercury barometer 1 و 2. ماشي. barometer 1 measure the atmospheric pressure in 1 day. ماشي يا عم، الاولاني ده ارى مين؟ ارى atmospheric pressure in 1 day. ماشي، يبقى ده كده. بس خلي بالك ايه ده مستار، واخد بالك من حاجه؟ ان النقطه دي مش نفس ارتفاع النقطه دي، فاهم؟ يعني نقطه 1 غير نقطه 2. طيب وده كده ارى مين؟ ارى atmospheric pressure بي ايه. حلو. measure the atmospheric pressure in 1 day and barometer 2 measure the atmospheric pressure in next day. خلي بالك بقى باروميتر 2 هيقرا ايه؟ من ليفل اعلى، ها؟ بايه برضه؟ خلي بالك بقى يا مستر، يبقى اكيد الارتفاع ده اهو كل ده غير كل ده، صح؟ يعني لو سميت ده هايت 1 وده هايت 2، خلي بالك يا مستر هايت 1 اكبر من هايت 2، صح؟ يبقى اكيد بريشر 1 اعلى من بريشر 2، يبقى اكيد ضغط الهواء في اليوم الاولاني اكتر من الثاني، صح؟ then the atmospheric pressure in second day هل هو ايكوال؟ غلط، استحاله يكون ايكوال اكس. ليه؟ والله ضغط الجو من هنا لحد سطح الميركوري من الاكس غلط. طيب هل هو جريتر ذان فيرست داي؟ والله غلط يا بابا، ده ارتفاعه اقل، يبقى اقل، صح؟ يبقى اكيد مين؟ للذان. يبقى الاجابه رقم سي. تاني يا حبيبي، امتى يا بابا بحسب ضغط الهواء؟ من فوق السيرفس مش من تحت السيرفس، تمام؟ لو تاخد بالك بص اهو، يعني الاولاني لو من هنا لو شديت الخط بص، اذا تصدق الارتفاع ده اكبر من الارتفاع ده، يا ابن الذين، يبقى اكيد البريشر في الفيرست دي اعلى من السكند دي. اللي بعده the opposite figure if pressure difference. يعني ايه كلمه difference؟ الفرق، ها؟ between the enclosed gas، تمام؟ between the enclosed gas pressure، يعني فرق enclosed gas and atmospheric pressure is 40 سم. عايز الهايت اتش بكام؟ سؤال خبيث مع انه تافه جدا. يعني تعالى كده نفكر فيه واحده واحده، يلا بابا. هو بيقول لك ايه؟ اولا كده عشان احسب الاتموسفيريك بريشر هنا، صح؟ ايكوال نفس البريشر هنا، صح؟ يبقى والله يا عم الاتموسفيريك بريشر ايكوال مين؟ هل هنا بقى فاضي؟ لا يا مستر ده جاز، يبقى اكيد جاز بيضغط زائد الهايت، صح؟ يبقى في بريشر الجاز زائد البريشر بتاع الميركوري اللي هو الايكوال اتش، صح ولا غلط؟ طيب بالعقل كده هو عايز مين؟ عايز بريشر ديفرنس. يعني ايه بريشر ديفرنس؟ يعني اهو ده ماينس ده اوف انكلوزد جاز اند اتموسفيريك بريشر. ما يا بابا البي ايه ماينس بي جاز ايكوال بي اساسا ميركوري، صح؟ طب هو قال لك الديفرنس بينهم ب 40 سنتيمتر اتش جي. 40 مين؟ سنتيمتر، سوري، دول يا عم كام؟ 40 متر سنتي اتش جي. يبقى اكيد ده مين؟ اكيد ده البريشر بتاع الميركوري اللي هو مين؟ اللي هو ارتفاع الميركوري اهو، هي الحته دي. يبقى ارتفاع الميركوري بكام؟
ب 40. سؤال اهبل جدا، فاهم؟ ما ده ماينس ده اكيد الفرق اللي هو مين؟ الارتفاع، اللي هو ارتفاع مين؟ الميركوري اللي هو 40. يبقى الاجابه رقم بي. اللي بعده in the opposite figure the pressure of enclosed gas in the tube above the mercury of barometer to equal. هو عايز مين؟ عايز البريشر اوف enclosed gas in tube above mercury. يلا مستر، والله العظيم طالما الاثنين نفس الليفل يبقى البريشر هنا قد هنا، صح؟ طب هنا في فاكيوم يبقى ما فيش غير البريشر ده بتاع الميركوري ايكوال انهي بقى بريشر؟ لا بتاع الاير وكمان بتاع الميركوري، صح ولا غلط؟ يبقى بريشر الميركوري في 1 ايكوال بريشر الميركوري 2 زائد البريشر الاير، صح؟ يلا مستر 1 بكام؟ 76 سنتيمتر اتش جي ايكوال تاني مره 50 زائد اتموسفيريك انا اسف، لا ثانيه، بريشر الجاز مش اتموسفيريك بريشر. يلا دي هتروح هناك بالماينس تطلع ايه؟ 70 ماينس 50 تطلع يا عم كام؟ 26. يبقى بريشر الجاز 26 سنتيمتر اتش جي. ايه الاجابه؟ رقم دي. ماشي يا عم، سؤال جميل اللي بعده. The opposite figure show reading تمام of mercury barometer at top of mountain. ماشي. If barometer is transferred to the bottom of the mountain then the level of mercury surface في البيزن وكمان في الباروميتر تيوب. طب ثانيه بقى مستر، اولا هنا كان فين؟ التوب اوف ماونتن. if barometer transferred to bottom. يلا مستر، انا كنت فوق كان الارتفاع بيني وبين الاتموسفير قليل، هايته قليل فبريشر قليل. نزلت تحت لا بقى العمود الهواء اللي فوقيه كبير فالبريشر كبير فالهايت الميركوري كبير، صح ولا غلط؟ طيب هنا بقى يبقى اولا كده بدل ما هو كان هنا لا يبتدي الضغط زاد اهو، دوست اكتر فهتلاقي الميركوري دخل من البيزن راح على ناحيه مين؟ راح ناحيه التيوب فالهايت بتاع الميركوري هيزيد. طب إيه اللي يحصل للبيزن؟ اكيد طبعا هيقل. ليه؟ ما هو اتاخد من تحت وابتدى يطلع في التيوب، صح؟ يبقى في البيزن هيديكريز بس في التيوب هينكريز، يبقى الاجابه ديكريز انكريز، الاجابه رقم دي. تعالى اللي بعده. If the reading of mercury barometer is decreased due to storm. السؤال ده رايق، السؤال ده جميل. قال لك ايه؟ قال لك if reading of mercury barometer decrease، قرايه الباروميتر decrease due to storm by 20 ملم from standard atmospheric pressure. ماشي. then the value of atmospheric pressure in Pascal in this case. تمام؟ طيب واحده واحده كده عشان هو كمان عايز الاجابه بالايه؟ عايز الاجابه بالباسكال. طيب اولا كده واحده واحده، يعني ايه يا بابا؟ هو قال decrease due to storm by 20. ثانيه يا مستر، هو الاتموسفيريك بريشر المفروض كان كام؟ طالما هو بيتكلم 20 ملم تعالى يا عم نتكلم انا وانت كمان بالمليمتر. تمام؟ بكام يا مستر؟ والله هو ب 760 ملم اتش جي، صح؟ لو هو ديكريس باي 20 تعالى مستر هنماينس منهم كام؟ 20 ملم اتش جي. دي طريقه على فكره، في اكتر من طريقه. تطلع كام؟ 740 ملم مين؟ اتش جي اهو يا عم. فروم ستاندر اتموسفيريك بريشر زين ذا فاليو اوف اتموسفيريك بريشر ان باسكال. طب خلاص بقى ثانيه واحده مستر، انت كده جبت مين؟ جبت ال جبت مين؟ جبت الاتموسفيريك بريشر بس بالمين؟ مليمتر اتش جي. طيب انا يا عم عايز اوديه باسكال. افتكر يا مستر القاعده بتاعتنا. ايه القاعده بتاعتنا؟ يلا يا بابا، الرقم اللي مديهولك 740 في اللي انت عايز توصل له. والله يا عم انا عايز اوصل للباسكال، يبقى 1.013 تايمز 10 باور 5 على اللي مديهولك. بابا هو مديك مين؟ اصل اليونت 700 ملي متر اتش جي. طب ما الملي متر اتش جي بنعمل 600 وكام؟ 660. تطلع كام يا عمي؟ 740 في 1.013 تايمز 10 باور 5 على 760 تطلع بكام؟ هتطلع ب 98634. فين يا عمي؟ 986 اهي يا عم، هي دي الاجابه. الف مبروك، وصلت. دي طريقه. في طريقه تاني، واحد يقول لي بقول لك يا مستر ده قلب كذا، واحد يقول لي لا ثانيه انا عايز اعرف هو قلب كام. طيب ما هو الناس عارفه ان هو كان 760 قل بقى ب 740. فواحد يقول لي بص بقى يا معلم والله البريشر رو جي اتش. يلا الرو بكام؟ اهو قالها لي 13600. الجي بكام؟ 9.8. الاتش بكام يا مستر؟
ما هو قل ب 20 يبقى هو بقى كام؟ 740. بس خلي بالك يا مستر دي نانو، يعني تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 10 باور نيجاتيف 3. انا اسف ملي 10 باور نيجاتيف 3. هي برضه هتطلع نفس مين؟ هتطلع نفس الاجابه 9.86 تايمز 10 باور كام؟ 4. كل الطرق تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى روما، وتعرف تحل عادي جدا. اللي بعده The reading of mercury barometer at highest point of building of height 200 متر was 74. ماشي يا عم. Then the reading of barometer at ground equal. طيب واحدة واحدة. ده المرة دي معايا مين؟ معايا height البيلدينج. فاكر؟ كان القانون بيقول لي دلتا البريشر بتاع الميركوري هو ايكوال دلتا البريشر بتاع الاير. صح ولا غلط؟ جميل. كنا ساعتها بنقول ايه؟ الرو ميركوري في هايت 1 ماينس هايت 2 ايكوال بريشر ايكوال انا اسف دينستي الاير. صح؟ فهايت مين؟ فهايت البيلدينج دينستي اهو. دينستي الاير فهايت البيلدينج هايت البي. صح؟ يلا مستر تعالى كده نشوف. وقال لك ايه؟ قال لك reading of mercury barometer at highest point of the building of height 200 متر. ايه ده؟ طب ما انا معايا الهايت 200 ووز كذا. خلي بالك بقى ده كده هايت 1 ولا هايت 2؟ ده هايت اللي هو الصغير. ليه؟ عشان دايما وانا في التوب اوف بيلدينج ده الهايت الصغير مش كبير. then the reading of barometer at bottom. طب ما البوتوم اللي هو الاتش 1. يلا يا عم. وجيفن ذات الافريج density اوف اير هشيل الاير 1.3 والهايت البيلدينج 200 ايكوال الرو بتاع الميركوري 13600 في هايت 1 دي اللي انا عايزها الكبير ماينس هايت الصغير اللي هو كام؟ 74. ودايما ما تنساش بنعمل الكبير ماينس الصغير. صح ولا غلط؟ اعمل كله على الكالكوليتور ما عدا الاتش 1 اكس واعملها شيفت سولف. صح ولا غلط؟ هتطلع يا عمي كام؟ 13600 على تطلع كام؟ تطلع 75.9. 75.9 يبقى الإجابة رقم بي. قشطة كده؟ جميل. خلي بالك بقى في حاجة برضو أنت نسيت تعملها. يا مستر نسيت تعملها وأنت بتحل. أنت شغال هنا بالمتر يبقى لازم هنا برضو بالمتر. صح؟ يبقى ما تنساش تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 2 عشان تعرف تحل. هتطلع يا عم الإجابة 0.759 اللي هي كام يا عمي؟ 75.9 سنتيمتر. اللي بعده mercury barometer whose tube is vertically oriented with height 1 متر above mercury surface. تاني كده mercury barometer whose tube is vertically oriented بالطول with height 1 متر above الميركوري surface. ماشي يا عم اهو ده البيزن اهو. ده يا عم كام؟ والله فوق الميركوري ب1 متر. جميل. show a reading of 76 سنتيمتر at bottom of the mountain. يا عم عملت قرايه كام؟ اهو 76 سنتيمتر. ماشي يا عم. at the bottom of mountain في اقل حته في الماونتن. and when get its transfer to the top of mountain the reading a change by 4 سنتيمتر اتش جي. جميل يا عم. لما طلع بفوق اتغيرت ب4. طب بالعقل كده هل هي زادت ولا قلت؟ اكيد يا مستر هتقل. اشمعنى يا عم هتقل؟ عشان دايما اتفقنا هطلع فوق الجبل يبقى انا بقرب اكتر الاتموسفير فالهايت بيقل فالبريشر هيقل. صح؟ يعني ده يا مستر بقى هايت 2 هيطلع بكام؟ لو هايت 1 76 يبقى هايت 2 بكام؟ 72. هعمل 76 ماينس كام؟ ماينس 4. صح؟ جميل. So the ratio of Tertullian تمام is base length at the bottom of mountain to its length at the top. يا ابن اللذينه بص بقى السؤال ده صايع اصلا مش عايز اي حاجه بقى من الهبل ده. ده انا افتكره كان عايز التوب اوف ماونتن او عايز الهايت اوف ماونتن. ما عايز مش عايز. هو عايز ايه؟ بص بقى يا معلم خليك رايق. هو التيوب يا بابا كلها كام؟ 1 متر يعني 100 سم اهو يا عم. لو في البوتوم اوف ماونتن كان 76 تمام الهايت بتاع الميركوري. صح؟ يبقى الترشوليوم فاكيوم ده الباقي. صح ولا غلط؟ يبقى اقول له 100 ماينس 76 ايكوال كام كده يا معلم؟ 24 سنتيمتر. صح ولا مش صح؟ طيب هايت 2 بقى هيكون كام؟ 76 ماينس 4 بكام؟ 72. هنا بقى عايز يسألك هل انت فاهم الفور دي هتزودها على ال 76 ولا هتقللها؟ لا يا مستر طالما هطلع الماونتن يبقى هتقل مش هتزيد. عارف لو هنزل منخفض هتزيد مش هتقل. فاهم حاجه ليه؟ هنزل منخفض يبقى العمود الهواء اللي فوقيه هيزيد اكتر اذا البريشر هيزيد اكتر.
صح كده ولا لا؟ يبقى الهايت 2 76 ماينس 4 يبقى 72 سنتيمتر اتش مين؟ اتش جي. يبقى الترشوليان فاكيوم تاني مره بكام؟ والله المتر اللي هو ال 100 ماينس 72 سم هتطلع بكام يا معلم؟ هتطلع ب 28. صح ولا غلط؟ 28 سنتيمتر. طيب انت عايز مين بقى؟ عايز الريشيو بين ترشوليان سبيس لينز ات بوتوم اوف ماونتن اللي هي كام؟ 24 على التوب اوف ماونتن اللي هي 28. صح ولا غلط؟ هتعمل 24 على 28 تطلع 6 على 7. الاجابه رقم بي. تحفه. اللي بعده atmospheric pressure reach 76 سنتيمتر اتش جي at sea level. ماشي يا عم، يلا يبقى ده البي ايه. if the atmospheric pressure decrease approximately 10 ملم اتش جي as we rise up 120 متر above sea level. ثانية بتنقص 10 ملي كل ما بطلع 120 متر. 10 ملي دي يعني 1 سم يعني. ماشي. then the height of hill at which the reading of mercury barometer at its top is 70 سنتيمتر اتش جي. طيب تفتكر يا ريس هعمل ايه في سؤال زي ده؟ السؤال ده لو جالك ابسط طريقه كروس مالتيبليكيشن. ابسط طريقه مين؟ كروس مالتيبليكيشن. ازاي يا عمي؟ بقول لك ايه، هو ال1 سم، فكر كده معايا واحده واحده، هو ال1 سم او يا عم هقول لك حاجه حلوه فكك. ال10 مش ال10 مللي دي يا بابا بيخلوها 120 متر صح؟ اهو قال لك هو بيقل. صح ولا غلط؟ قال لك ايه؟ قال لك هو بيقل if the atmospheric pressure decrease 10 مللي تمام as we rise 120 متر. صح؟ طيب وانا يا مستر عشان اطلع من 76 ل 70، طب بقول لك ايه، تعالى نشتغل بالملي زي ما عايز يا عم اهو. 76 يعني 750 مللي و70 سنتيمتر يعني 700 مللي. صح ولا غلط؟ يعني من 760 عشان انزل ل 700 محتاج انزل 60. صح ولا غلط؟ تمام؟ يبقى ال 60 مللي دول هيعملوا ارتفاع كام اللي انا عايز انزله؟ وصل لك؟ عشان اعمل علاقه لازم اعرف ده قد ايه وبنفس الرقم ده قد ايه. فاهم حاجه؟ فخلاص يا عم انت بتقول كل 10 مللي بينزل كل ما بتطلع 120 متر بينزل 10 مللي. طيب هو عايزه يفضل 70 سم يعني من الاخر عايزه ينزل 6 سم يعني 60 مللي. فال 60 مللي بكام؟ وبعد كده نعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى الاكس ايكوال 60 تايمز 120 على 10. صح ولا غلط؟ بس هتطلع يا عم 60 في 12 تطلع بكام يا معلم على الكالكوليتور؟ هتطلع ب 720. يبقى الاجابه رقم سي. اللي بعده ايه ده كابيلاري تيوب. تعالى نفتكره مع بعض، احنا لسه مراجعين كل الكلام ده دلوقتي حالا. يلا وخلي بالك الاجابه بالسنتي. ها ماشي. The opposite figure show capillary tube of uniform cross section contain volume of air under pressure 76 سنتيمتر اتش جي trapped by mercury thread. ماشي يا عم، في شويه اير تحت ضغط كام؟ 76 سنتيمتر اتش جي trapped by mercury thread. طيب يعني ضغط الهواء يعني. ماشي فاهم. if the tube is overturned such that its opening become downward. يا ابن اللذينه. then the pressure of trapped air. سؤال جميل. طيب اولا قال لك ايه عشان بس تبقى انت ايه متابع كده الدنيا معايا. اولا قال لك the opposite figure show capillary tube تمام of uniform cross section that contain volume of air under pressure كذا. تمام يعني ايه؟ يعني ده يا بابا البريشر بتاع مين؟ ده البريشر بتاع الجاز اللي جوه. صح ولا غلط؟ ماشي. يعني في الحاله دي واحده واحده الجاز يا مستر اللي تحت اهو، ده الجاز اهو، بريشر الجاز دايس فوقيه حته ميركوري وكمان ضغط جو. طب هل ضغط الجو معايا؟ لا، معايا ضغط الجاز اللي تحت. فيلا بابا والله في الحاله دي بريشر الجاز ايكوال بريشر الميركوري زائد اتموسفيريك بريشر. طيب ضغط الجاز هو اللي كان في السؤال 76 والميركوري ب1 سم. اتفقنا يا مستر في الميركوري في الحاله دي لو بالسنتي يبقى انا عادي ممكن اشتغل الايكويشن كلها بالبريشر بالسنتي. اعرف ان هنا اجيب اتموسفيريك بريشر هتطلع بكام؟ والله يا عم يطلع الاتموسفيريك بريشر 75 سنتيمتر اتش جي. قال لا مستر هو مش كان 76؟ انت مالك بقى، هو السؤال ده عايزه 75 ما تتفزلكش انت. قال لك ايه بقى؟ if the tube is overturned اتعكست and its opening become downward. يا عم المره دي الفتحه من تحت ولا تزعل نفسك. ايه اللي بيختلف؟
اللي بيختلف ان البريشر اللي فوق بيزق لفوق، والميركوري والجاز بيزقوا لتحت. فاهم حاجه؟ يعني ايه؟ يعني البي اي ايكوال بي جاز بلس بي ميركوري. فاهم؟ بيبقى العكس بقى. يلا يا عم. قال لك then the pressure of trapped air become ايه؟ يا عم انا عايز بقى الترابد اير اللي هو بريشر الجاز. طيب اولا اتموسفيريك بريشر لسه مطلعينها ب 75، والميركوري مش بيتغير ب1، هو زي ما هو حسب السؤال. يعني مهما لفيته يمين شمال هيفضل زي ما هو نفس الضغط بتاعه، صح؟ من هنا يا معلم تعرف تجيب البريشر بتاع الجاز ولا لا؟ ال1 بالبلس هتروح هناك يا معلم بمين؟ بالماينس، هتطلع الاجابه 74 سنتيمتر اتش جي. فاهم حاجه؟ يبقى هنا بعد اذنك البريشر اللي ادولك ده هل هو ضغط الهواء ولا الضغط الجوي؟ الضغط الهواء اللي جوه التيوب. اهو قال لك 76 سنتيمتر ترابد باي ميركوري ثريد، ده اللي محبوس الترابد، صح كده؟ اللي بعده the opposite figure show two different position A B for capillary tube which contain an amount of dry air enclosed by a thread of mercury of length 2 سم. ماشي يا عم. if you know that the atmospheric pressure كذا، الحمد لله المره دي معايا الاتموسفيريك بريشر. then the pressure of the enclosed gas into position A و B. طيب يا عم عايز مين؟ عايز البريشر اوف enclosed gas. طيب اولا يا مستر في اول حاله البي جاز ايكوال بي اي، قاعده، ده في حاله الهوريزونتال، وفي الحاله دي الميركوري ملوش اي لازمه، يبقى لازم يكون 76. يبقى ده غلط وده غلط، ايه ودي غلط، لازم يكون 76. طيب تعالى بقى تاني حاله. بص بقى يا مستر، هنا بيزق الاتموسفيريك بريشر، وكمان حته الميركوري اللي هي ال 2 سم بيدوسوا على الجاز، يبقى البريشر الجاز ايكوال البريشر الميركوري زائد الضغط الجوي. طب ما الميركوري 2 والاتموسفيريك بريشر 76، يبقى كله كام؟ 78، يبقى الاجابه رقم سي، 76 و78. اللي بعده سؤال تعالوا نقرا مع بعض. Suppose that a tornado cause a sudden drop in atmospheric pressure. تورنيدو اعصار كده وقع الاتموسفيريك بريشر around a house، ماشي، in which all door and window are well closed. يعني ايه well closed؟ يعني مقفولين باحكام. ايوه يعني هستفاد منها ايه؟ هستفاد منها ان الضغط الجوي اللي قل ده انا جوه البيت ماليش دعوه بيه. يعني مثلا تخيل كده يا بابا بره البيت عندك الدنيا برد، وانت يا حبيبي جوه البيت قافل على نفسك الباب وقافل على نفسك الشبابيك وقافل على نفسك كل حاجه، هل البرد اللي بره يخش لك جوه؟ لا. نفس القصه، انا يا عم بره في اعصار، حصل اي حاجه، البريشر بره حصل له خلل، انت طالما جوه البيت قافل على نفسك الدنيا كويس هتبقى انت مالكش دعوه، اللي بره غير اللي جوه. طيب قال لك ايه بقى؟ باي 15% ب 15% بيلو، يعني قال لي يعني the atmospheric pressure inside the house that is 10 باور 5 انجلش تحت السلم. تعالى نقرا تاني. قال لك ايه بقى؟ بعد ما عرفنا ان في اعصار، قال لك باي 15% بيلو، بيلو يعني تحت يعني، تمام؟ the atmospheric pressure inside the house that is كذا. يعني that is ده عايد على البريشر inside the house. يعني ده بريشر inside the house. امال الباي 15% دي مين؟ ماشي 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 ماشي. يعني مش هو قال لك فوق التورنيدو كوز sudden دروب ان اتموسفيريك بريشر، يعني التورنيدو قلل الاتموسفيريك بريشر. ايوه قلله بكام بقى؟ ب 15% عن اللي بره. يا جدع ماشي يا عم. طب هو يا بابا لو قل ب 15% يبقى هو بقى كام؟ يبقى كده البريشر بره اوتسايد 85% من الاتموسفيريك بريشر، صح ولا غلط؟ يلا يا بابا انا معايا 100 جنيه دلوقتي وانت معاك اقل مني ب 15%، يبقى لو قلت له 1 ماينس 15% سبحان الله هتلاقيها بكام؟ هتلاقيها ب 85%، صح؟ يبقى هو اقل من يبقى البريشر اللي بره اقل من اللي جوه بكام؟ ب 15، يعني من الاخر البريشر اوت بكام؟ 85%. ماشي، من الاتموسفيريك بريشر اللي هو 10 باور 5، و85 يعني 8 يعني 85 على 100 في 10 باور 5. هو ده البريشر مين يا معلم؟ هو ده البريشر اللي بره. جميل جدا. كمل يا عم، عايز ايه بقى؟ قال لك then the magnitude and direction of resultant force. ايه ده؟ عايز force that affects the house door of length كذا and width كذا due to affect by the tornado. يا ابن اللذينه. طيب
بص خليك كده رايق، وفي قاعده انا كنت قايلها لو تفتكر في الشرح، ان دايما لو في اي فورس بيمشي من البريشر اللي عالي للواطي ولا واطي للعالي، اكيد يا مستر العالي للواطي. تخيل كده بابا، ده الباب اهو، في هنا الانسايد وفي بره الاوتسايد. والله لو البريشر بره زي جوه مش يعني يعتبر خلاص. ليه؟ ما تنساش يا بابا ان انا عندي قانون البريشر فورس على الاريا، فالفورس بريشر في الاريا، صح؟ يعني كاني ايه يا معلم، في فورس في الباب من جوه لبره كده، وفي فورس من بره لجوه كده. ده مثلا اف 1 وده اف 2. هو عايز اف 1 ولا اف 2؟ هو عايز الريزلتنت. يعني ايه يا مستر ريزلتنت؟ التوتال يعني. هسألك سؤال، هو دلوقتي لو كان الضغط جوه قد بره بالظبط، مش الفورس بي في اريا، يبقى بي في اريا بره ايكوال بي في اريا جوه، فالاثنين كنسلوا بعض، صح؟ عشان واحد بيزق كده والتاني بيزق عكسه، صح؟ طيب بس هنا بقى مش ده اللي حصل. امال يا مستر خلي بالك بقى، ده بره 85% يعني 0.85 من البريشر، وجوه 1 بريشر، صح ولا غلط؟ هو قال لك اللي بره اقل من اللي جوه ب 15%، يعني لو اللي جوه 100% اللي هو ال1، اللي بره 0.85. طيب هل هم مع بعض ولا عكس بعض؟ اكيد عكس بعض، صح ولا غلط؟ يبقى انا مثلا عشان اجيب الفورس، قال لك الريزلتنت، يبقى اعملهم بلس ولا ماينس؟ ماينس بعض. يعني كاني بجيب دلتا بريشر تايمز الاريا. يعني ايه دلتا بريشر؟ هم ما كانك يا بابا بتجيب بريشر في الاريا الاولاني ماينس بريشر في الاريا الثاني. طب ما لو اتاخدت الاريا كومن فاكتور هيبقى بريشر 1 ماينس بريشر 2، صح ولا غلط؟ اللي هو 100% ماينس 85% يبقى كام؟ 0.15%. تمام، يعني انا اسف 15% من مين؟ من التوتال فورس. تاني يا بابا، تاني واحد يقول لا مستر انا علقت منك. تاني يا حبيبي، دلوقتي الانسايد جوه البيت، تمام، بريشر بقى عنده اعلى من بره، هو قال لك بره حصل دروب. طب لو كان بره قد جوه، الضغط بره قد جوه، مش هتحس بحاجه. تمام، مش ساعات كده يا جماعه نبقى قاعدين لو في عاصفه او حاجه تحس الباب بيتهبط كده بره، او الباب تحس كده ان في فرصه اثرت عليه باب البلكونه او كده. هو ده اللي بيحصل امتى؟ لما تلاقي في مثلا عاصفه هواء، الكلام ده كله. طيب افرض انا بقى قاعد في يوم طبيعي دلوقتي، قاعد عادي، هل هلاقي باب البلكونه قاعد بيتخبط او بيترزع؟ لا، ليه؟ والله الضغط جوه قد ضغط بره، مش فارقه، صح؟ فلو في جوه فورس وبره فورس، الاثنين ايكوال بعض وعكس بعض، بيلغوا بعض، صح؟ طب هنا قال لك لا، ده جوه ضغط عالي وبره ضغط واطي، يبقى اولا اتجاه الفورس من فين لفين؟ من جوه لبره، فروم انسايد تو اوتسايد. يبقى اوتسايد الانسايد غلط. ليه؟ من الكبير دايما للصغير. طيب انا مستر هو عايز دلتا فورس، يبقى ايه؟ اف ان ماينس اف اوت. طيب ما البريشر يا مستر او الفورس بريشر في الاريا، يبقى بريشر في الاريا بتاع الاولاني اللي هو ان ماينس بريشر اوت في نفس الاريا. طب انا ممكن اخد الاريا كومن فاكتور، يبقى دلتا البريشر في الاريا، صح؟ هو ده اللي يجيب الفورس. يبقى هنا بقى مستر الفورس اللي انت عايزه كام بقى؟ هشتغل بال 100%؟ لا. طب هشتغل ب 85؟ لا، هشتغل بالديفرنس بينهم اللي هو كام؟ 15%. و 15% يا حبيبي يعني 15 على 100 اللي هي 0.15 من البي بكام؟ 10 باور 5 في الاريا. مستر ما هو قال لك الباب 195 سم في 91 سم، يبقى 195 في 91. هلاقي دلوقتي واحد مغفل قال لي 10 باور نيجاتيف 2، والله العظيم ده سنتي وده سنتي، يبقى سنتيمتر سكوير، يعني تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 4. وصلت كده؟ هنعملها يا معلم بالكالكوليتور. 0.15 في 10 باور 5 95 91 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 هتطلع 2.66 تايمز 10 باور 4. 2.66 تايمز 10 باور 4 انهي واحده؟ سي. ولازم يا مستر من الان لمين؟ للاوت. ليه؟ من الضغط العالي للضغط مين؟ للضغط الواطي. ماشي يا عم. اللي بعده ايه ده؟ الله، مانوميتر. شكرا، خلصنا الباروميتر دخلنا في المانوميتر. ميركوري مانوميتر، او قال لك ميركوري يعني جوه ميركوري was connected to gas reservoir, so the surface of mercury in open arm has lower than the connected by كذا. ثانية واحدة بقى، يلا مستر ما تنجمش، ارسم عشان تفهم. هو كورة واعمل مع حرف اليو اهو ونشوف. قال لك ايه؟ قال لك the gas so the surface of mercury and open arm has lower than arm. ثانية، اللي هو الاوبن ارم اهو اقل من الثانية، اقل منهم بكام؟ اتفقنا ده اللي مليان اهو، صح؟ بكام يا عمي؟ 15 سم. 15 وجوه في جاز، صح؟ وهنا في مين؟
هنا في اتموسفيريك بريشر، هنا في ضغط جو، صح؟ ماشي. عايز البريشر ان كلوزد جاز، يلا يا مستر. والله في الحاله دي البريشر في نقطه A اهو في نقطه 1 قد في نقطه 2، صح؟ يبقى بريشر الجاز زائد البريشر الميركوري ايكوال ضغط الجو، صح؟ يلا بابا، الجاز ده اللي سيادتك طالبه، والميركوري قال لك كام سنتي؟ 15، يبقى 15 ايكوال اتموسفيريك بريشر بكام؟ 76. يا ابن اللذينه، تعالى يا مستر نحل. يلا، يبقى لو عايز بريشر الجاز دي تروح هناك بالماينس، يبقى بريشر الجاز ايكوال 76 ماينس 15 تطلع بكام؟ 61 سنتيمتر اتش جي. طيب هو مش عايز كده اصلا، هو عايز مين؟ عايز بالتور. مستر هو مين التور ده لا مؤاخذه؟ والله العظيم ترشوليان فاكيوم، ترشوليان اسف، اللي هو كام؟ مليمتر اتش جي، صح؟ اه. طب ما الملي بنضرب بس تايمز 10، صح؟ يبقى 61 تايمز 10 ايكوال كام؟ 610، 610. شكرا. قال لك يا عم عايزها في بار، يا عم ولا تزعل نفسك. بص انا عندي 61 سنتيمتر عايز احولها لبار، اعمل ايه؟ الرقم اللي مديهولك 61 في اللي انت عايز تجيبه، ايه هو البار ده؟ شلنا ال 10 باور 5 فاكر؟ بقت 1.013 على اصل اليونت اللي انا بكتبه دلوقتي. هو اصل السنتيمتر كام؟ كان 76، صح ولا غلط؟ تعرف تجيب الاجابه ولا لا؟ يبقى كالكوليتور 61 تايمز 1.13 تطلع ب 0.81 بار. شكرا، الاجابه رقم بي. ماشي يا مستر، اللي بعده. The opposite figure if atmospheric pressure is 100 كيلو بي اي، 100,000 باسكال. يعني بص ضغط الجو هنا 100,000 باسكال. then the height h equal كام؟ يلا يا عم ولا تزعل نفسك، تعالى كده واحده واحده. والله في الحاله دي اهو النقطتين هنا البريشر هنا قد هنا، يبقى بريشر الجاز ايكوال الضغط الجوي زائد الضغط بتاع الميركوري، صح؟ يلا. والله يا مستر ضغط الجاز 150 كيلو تايمز 10 باور 3 ايكوال ضغط الجاز 100 كيلو تايمز 10 باور 3 زائد ضغط الميركوري، صح؟ او بريشر الميركوري. يلا يا مستر دي هتروح هناك بالماينس، 150 ماينس 100,000 تطلع 50,000. مش ده يا مستر ايكوال رو الميركوري، بريشر الميركوري اللي هو رو ميركوري اتش جي، صح ولا غلط؟ رو جي اتش، اه يا عم رو جي اتش. تعالى بقى مستر نحسب كل ده بكام؟ 50,000. يلا يبقى اقول له 50,000 ايكوال رور ميركوري 16,000 13,600 في جرافيتي 9.8 في الهايت اللي سيادتك طالبه، صح ولا غلط؟ كالكوليتور يا معلم تطلع بكام؟ 0.375. فين اهي الإجابة رقم سي 0.375 وطبعا متر. اللي بعده in the opposite figure a water manometer is connected to gas reservoir. ماشي يا عم، water manometer ها، ما قاليش ميركوري. فرق، لو ووتر يبقى بشتغل برول ووتر، ميركوري بشتغل برول ميركوري. عايز ايه؟ عايز بريشر اوف جاز. طيب ومديني الاتموسفيريك بريشر ومديني رول ووتر ومديني الاكسلريشن ديو تو جرافيتي. يلا يا مستر ولا تزعل نفسك. ها، والله في الحاله دي بص اهو النقطتين نفس الخط اهو، يبقى البريشر هنا اللي اسمه بي اي ايكوال بريشر الجاز زائد شويه الميه دول، صح؟ يبقى بريشر الجاز زائد شويه الميه دول اللي هو بريشر الووتر ايكوال اتموسفيريك بريشر. يلا، بريشر الجاز اللي سيادتك عايزه، بريشر الووتر الرو اللي هو كام؟ 10 باور 3 في الجي اللي هو 9.8 في الاتش اللي هو كام؟ 10 سم اللي هي 0.1 ايكوال اتموسفيريك يا مستر بريشر. في الحاله دي انا عايز الاجابه بالباسكال، عادي جدا، فكام؟ اعوض بالباسكال 1.013 تايمز 10 باور 5، صح؟ كله معاك، تعرف تجيب مين؟ بريشر الجاز. دول اعملهم تايمز، بس خلي بالك البلس يروحوا هناك بالايه؟ ماينس، صح ولا غلط؟ جامد. يبقى بريشر الجاز يا مستر هيطلع بكام؟ كالكوليتور هيطلع 100.32 تايمز 10 باور 3. شكرا. اللي بعده قال لك عايز البريشر ديفرنس بين A و B. واحده واحده. بص بقى يا مستر، هو A ده مين؟ والله ده بريشر الجاز، صح؟ بس طب B
اتموسفيريك بريشر، صح؟ يعني لو عملت بريشر الجاز ماينس، لا بس خلي بالك في الحاله دي الاتموسفيريك بريشر اقوى يعني. ليه؟ ابص كده اهو، تعالى يا عم نشوف. هو عايز مين؟ فرق مين ومين؟ عايز اهو بريشر ديفرنس. يعني ايه ديفرنس؟ يعني ماينس بتوين اي وبي. يلا بابا، مين اللي بيدوس على ايه؟ الجاز اهو، بريشر الجاز. مين بيدوس على بي؟ اتموسفيريك بريشر. صح ولا غلط؟ ضغط الجو. فمين اقوى؟ اتموسفيريك بريشر. يعني هو عايز بي ايه ماينس بي جاز. يعني بي ايه هودي هناك ماينس بي جاز، هيتبقى بي مين؟ بي الوتر. يا ابن اللذينه، اللي هو ايكوال مين؟ رو جي اتش. طب ما الرو معايا ب 1000، الجي 9.8، واتش الوتر اللي هو 10 سم اللي هو 0.1. يعتبر هي دي اللي عايزها. وصلت كده تطلع 920. جامد. تعال نكمل. The opposite figure gas container is connected to water manometer. ماشي يا عم. If the atmospheric pressure in that place was 76 cm Hg. ده مين ده؟ ده الاتموسفيريك بريشر. Then the enclosed pressure equal كام؟ تعالى يا عم نشوف. يلا يا بابا. والله الجاز هيدوس كده عند النقطة دي، قصادها النقطة الناحية التانية في شوية ميركوري، صح ولا ووتر؟ قال لك لا، ووتر مانوميتر. يا ابن اللذينة، صح؟ وكمان مين؟ ها؟ اتموسفيريك بريشر، صح ولا غلط؟ هو عايز مين؟ عايز جاز بريشر. يلا مستر، والله بريشر الجاز في الحالة دي ايكوال بريشر الووتر زائد بريشر الاتموسفيريك، صح؟ طيب تعالى واحدة واحدة. الووتر بكام؟ رو الووتر اللي هو مين يا مستر؟ 1000 في جي اللي هي 9.8 في هايت الووتر اللي هو 13.6، بس خلي بالك سنتي تايمز 10 بار نيجاتيف 2 بلس الاتموسفيريك بريشر ولا كام؟ 75 سنتيمتر اتش جي، صح؟ يبقى ممكن نقول والله اتموسفيريك بريشر هنا رو ميركوري جي في الاتش الميركوري. فاهم حاجه؟ اتش جي اهو. يلا رو الميركوري 13600 في الجي اللي هي 9.8 في الهايت الميركوري. هو قال لك كام؟ 75 تايمز 10 بار نيجاتيف 2. صح ولا غلط؟ كله معايا كده يا معلم. تعرف تجيب مين؟ بريشر الجاز تعويض مباشر. تطلع كام؟ هتطلع 1.0129. 1.0129 تايمز 10 بار 5. يبقى الإجابة رقم A. تحفة. اللي بعده ايه ده بقى؟ تعالى نشوف. The opposite figure show gas reservoir is connected to water manometer. حلو. The pressure of enclosed gas in reservoir، تمام؟ نقط the atmospheric pressure. طيب خلي بالك بقى يا مستر، الجاز بيزق كده اهو، البريشر هنا قد هنا. طب ما هنا مين؟ اللي هو الضغط الجوي زائد شويه الميه دول. لا ثانيه بقى، يبقى بريشر الجاز ايكوال الضغط الجوي زائد بريشر الووتر. يبقى اكيد طبعا بريشر اوف انكلوزد جاز اكيد اكبر ولا اصغر؟ اكيد طبعا اكبر. يعني ايه الهبل ده؟ عايز الديفرنس بين بريشر اوف انكلوزد جاز ان ريسيرفوار and atmospheric pressure is equivalent to pressure of water column of height كام؟ تعال نشوف. عايز الديفرنس بين بريشر، فرق البريشر اوف انكلوزد جاز، تمام؟ يعني بي جاز and atmospheric pressure minus atmospheric pressure قد ووتر كولوم قد ايه؟ ما يا بابا لو عملت بي جاز ماينس بي ايه هيتبقى مين؟ هيتبقى بي الووتر اللي هو مين؟ رو جي اتش الووتر، صح؟ يلا يبقى بي جاز ماينس بي ايه، صح كده ولا لا؟ هتطلع رو جي اتش. طيب ما هنا يا مستر لازم نجيبها، صح ولا غلط؟ جميل. ايكوال مين؟ ايكوال الرو جي اتش، صح؟ طيب بقول لك ايه، هو في الحاله دي هايت الووتر اللي هو كان بكام اصلا؟ الحته اللي قصادها دي. ايه الهبل ده؟ انا قاعد بدور اجيبها من انهي ناحيه. ايه التخلف ده؟ مسؤول قدامي وانا نسيت ان في رسمه، صح؟ هو هايت الووتر كولوم اصلا كان بكام؟ ما هو الحته دي اهي، صح؟ اللي هو فوق مين؟ اللي هو فوق الليفل. هل هنا ينفع واحد يقول لي 12؟ استحاله. ليه؟ بص يا بابا، البريشر اللي فوق السيبريتنج سيرفيس مش كلها. يعني ما حدش مغفل يقول لي 4 و2 4 4 و8 12.
هي 8 سم بس. اللي بعده the opposite figure show mercury manometer. حلو. connected to gas container. جميل. which includes carbon dioxide. حلو. so the pressure of gas inside the container is كام تور؟ تعال نشوف. والله مستر قال لك الاتموسفيريك بريشر كذا. يلا. ضغط السي او 2 في النقطه دي ايه نفس النقطه جنبها ايكوال 4 سم الميركوري زائد الضغط الجوي، يبقى بي جاز ايكوال بي ميركوري زائد بي اير، صح؟ اللي هو 4 سم زائد 76 سم ايكوال 80 سنتيمتر اتش جي. تحفه. بس هو مش عايزهم كده، عايزهم بالطور. يلا مستر ترشوا لي بكام؟ والله بالملي يعني. السنتي من الملي بضرب في 10، صح؟ يبقى 10 تايمز 80 تطلع كام؟ 800. اللي بعده the opposite figure if atmospheric pressure is كذا. ماشي يا عم، ده البي ايه. the pressure of enclosed gas. تعالى يا ريس نشوف واحده واحده كده. اولا انا بشتغل بالسيبريتنج سيرفيس اهي، لو دي كلها 20 ودي 12 يبقى الحته دي ب 8 سم. ده بس قبل ما اقرا اي حاجه. طيب بعد كده تعالى نشوف. يلا مستر. والله هنا في الناحيه اليمين دي ضغط جوي بي ايه، بس في الناحيه الشمال ضغط الجاز زائد 8 سم ميركوري، يبقى اقول له بي جاز زائد البي ميركوري ايكوال بي ايه. يبقى البي جاز زائد كام سنتي؟ 8 سنتي، انا اسف دي زائد ايكوال ضغط الجو اللي هو كام؟ 76. طب ده يا مستر البلس هتروح هناك بالماينس، يبقى اقول له 76 ماينس 8 هتطلع بكام يا عمي؟ 76 ماينس 8 واحد دماغه فصلت كام يا معلم؟ 68 صح ولا غلط؟ 76 ماينس 8 68 يبقى كام يا عم البيج جاز؟ 68 سنتيمتر اتش جي. اللي بعده قال لك in the opposite figure a manometer is connected to small funnel. ماشي يا عم، المانوميتر ده whose opening is covered by rubber sheet. ماشي يا عم، الفتحة بتاعته محطوطة هنا في رابر شيت and submerged to a certain depth inside liquid X، ومحطوط جوه liquid X in container. then the difference between height Y، فين height Y؟ in the two arm of manometer increase when. امتى بقى يا معلم الهايت يزيد؟ تعالى كده واحده واحده عشان بس ايه نقرا السؤال ونبتدي نفهم مين بيودي على فين. واحده واحده كده. قال لك in the opposite figure عندي مانوميتر connected to small funnel اهو whose opening is covered by rubber sheet. اهو يا عم الفتحه بتاعته محطوطه فيها حته رابر شيت. ماشي. and submerged to certain depths inside liquid X، وده موجود جوه liquid X اهو، وطبعا ليه هايت معين. حلو. then the difference between height of liquid Y، فين liquid Y اهو، in the two arm of manometer is increase. الهايت ده يا بابا امتى يزيد اهو؟ قال لك في liquid Y بقى امتى الفرق ده يزيد؟ يلا. والله مستر الفرق ده يطلع فوق اكتر لو الضغط هنا زاد، صح؟ مش يا بابا لو هنا في ضغط اقوى اهو، الضغط جه كده هيدوس كده اقوى لتحت فيروح مطلع الليكويد الناحيه الثانيه لفوق، صح ولا غلط؟ يعني امتى يا مستر فرق الهايت هيزيد؟ لما البريشر يزيد، يعني لازم بريشر الجاز ده يزيد من الاخر. طيب امتى بقى؟ لما بزود الاريا. قلنا والله العظيم الاريا ما بتاثرش على اي حاجه. طيب increase cross section area of manometer tube، والله العظيم ما بيأثر. ولا replace liquid X in container with another of higher density؟ اكيد طبعا. ليه بقى؟ بص يا حبيبي، دلوقتي الجاز اللي جوه ده يا بابا مين ضاغط عليه؟ ما التيوب دي جوه ليكويد. مش قلنا يا مستر كل ما الدبس بيزيد البريشر بتزيد؟ فتلاقي الليكويد واي ده او ليكويد اكس ده انا اسف بيدوس على الجاز كده. تاني يا حبيبي، فاكر لما قلنا مين السد العالي او اي سد في المطلق؟ مش كنا قلنا يا معلم بنخلي البيز بتاعته اتخن عشان كل ما بنزل تحت اكتر البريشر بيزيد؟ نفس القصه، صح؟ ما انا يا عمي من الاخر عايز الضغط بتاع الجاز يزيد، يا اما انزل التيوب دي تحت شويه اخليها هنا مثلا تبقى كده، او ازود الضغط تحت. ازاي ازود الضغط مستر؟ مش البريشر رو جي اتش، الجي كده كده ثابته، فاما تزود العمق تزود تخلي التيوب دي تحت اكتر،
يا اما تزود الدنستي، صح؟ فكل ما الدنستي بيزيد يعني الضغط على التيوب بيزيد، فالضغط على الجاز بيزيد فبيدوس تحت اكتر، يروح مطلع الميركوري الناحيه الثانيه. وصلت؟ ولا اغير واي بقى نظر اوف هاير دنسيتي؟ لا طبعا، ده بالعكس، ده لو واي بقى اتقل يبقى الكولم هينزل تحت اكتر، صح؟ اتفقنا يا مستر دايما التقيل قليل، الخفيف منه كتير، صح ولا غلط؟ اه يا ابن اللذينه، يبقى هتقل الماده بتاعت اكس دي، فلو ماده اكس بقى عندها دنسيتي اعلى يعني الضغط فيها هيزيد، فهيضغط اكتر على الجاز، فيروح الجاز منزل الميركوري جزء من هنا، يروح طالع مكانه الناحيه الثانيه. وصلت؟ طيب The opposite figure show a water manometer. ماشي يا عم، water ها، يبقى دنسيتي الميه while being used to measure the gas pressure inside the container. So the pressure of gas equal the pressure of water column of length كام؟ طيب ايه ده؟ ده في كذا ارتفاع، فثانية بقى عشان انا كده ايه اتلخبطت، عشان ده في relative density of mercury، فكده كله دخل في كله. ثانية واحدة. قالك the opposite figure show water manometer while being used to measure pressure inside container. So the pressure of gas equal the pressure of water column of length كام؟ طيب واحدة واحدة. هل دول اتنين ليكويد مختلفين ولا ده نفس الليكويد؟ هو مكتوب على ده ووتر، طب بس مكتوب relative density of mercury. ماشي، تعالى نفترض ان هو كله ووتر. ثانية طيب بس دقيقة اتأكد من ان الرسمة بس ما فيهاش مشكلة، ثانية واحدة. تمام انا شفت المشكلة، هو ده يا شباب ده مش موجودة، ده اير هنا، تمام؟ ده اير دي مش محسوبة ها؟ يعني الرسمة تمام اللي انا بس هرسمها لك هي دي الرسمة اهو، ده بس اللي موجود اهو. فين؟ في هنا بس اهو، ده الوحيد الليكويد اللي موجود اهو، ووتر لحد هنا، امال الباقي ده ايه؟ ده هواء، تمام؟ ده اير، ده مش محسوب، يعني 10 سم دول هواء، دول ما لهمش دعوه. طيب خلاص، يعني كل ده كده جاز اهو، كل ده كده جاز اللي هو بتاع الريسيرفوار. ماشي، هو عايز مين بقى؟ عايز البريشر اوف، ايه ده؟ عايز مين؟ سو ذا بريشر اوف جاز ايكوال ذا بريشر اوف ووتر كولوم اوف لينس كام؟ طيب يا عم واحده واحده، وعايز البريشر بتاع الجاز قد البريشر بتاع الووتر قد ايه؟ طيب واحده واحده كده يا مستر، تعالى نشوف. اولا كده لو جيت حطيت هنا خط، تمام؟ اهو ماشي. الاول تعالى يا عم نحسب البريشر الجاز ونشوف هو قد ايه يا عمي، هو ووتر صح؟ طيب مستر اكيد البريشر في نقطه 1 اهو يا عمي، النقطه دي 1 ايكوال 2 صح؟ يبقى بريشر الجاز ايكوال بريشر الووتر زائد مين؟ بريشر الاير، صح ولا غلط؟ ما تنساش ان هنا كمان في ضغط هواء. طيب تعالى بقى واحده واحده نشوف. بريشر الووتر ايه؟ رو ووتر جي اتش ووتر بلس رو البريشر يا مستر ضغط الجو بكام؟ ما هو قال لك 75 سنتيمتر اتش جي، ما تجودش اشتغل باللي هو قاله، يبقى رو ميركوري في الجي في الاتش ميركوري اللي هو قال له. ماشي، يبقى مستر بريشر الجاز بكام؟ رو الووتر اللي هي كانت بكام؟ كانت ب 1000 صح؟ في الجرافيتي 9.8. ماشي يا عم. في هايت الووتر بكام بقى؟ بص يا مستر كل ده بكام ده يا مستر؟ 20 سم، يبقى 20 زائد رو الميركوري كام يا عمي؟ 13600 في الجي اللي هي 9.8 في هايت الميركوري اللي هو 75 تايمز 10 باور نيجاتيف 2، صح ولا غلط؟ اه وخلي بالك سوري ده 20 سم يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 2، برضه دي انا نسيتها. جبت مين؟ جبت بريشر مين؟ بريشر الجاز. مش بريشر الجاز ده بقى يا مستر ممكن اكوله بريشر الجاز ايكوال رو صح؟ جي رو الووتر جي في اتش الووتر، صح ولا غلط؟ من هنا اعرف قد ايه هايت الووتر. طب ما تيجي بقى يا مستر اصلا كنا نحسبها من الاول، هتحسبها ازاي؟ يلا يا بابا، ما انا بريشر الجاز ده اللي انا عايز اعرفه قد ايه ووتر صح؟ فممكن اقول ده ايكوال رو ووتر في الجي في الاتش ووتر الجديده اللي انا عايز اعرفها. طيب فايه اللي هيحصل؟ والله يا مستر انا ممكن اقسم الايكويشن كلها على ووتر. يعني ايه؟ بص دي اول طريقه اللي هي الستبس، فكك بقى من اول طريقه، تعالى بقول لك طريقه كرييتيف. مش هو بابا عايز ياكل؟ بص اولا البيك جاز اللي هو بريشر الووتر في المنطقه دي زائد بريشر الاير، هو بقى عايز يعرف قد ايه الجاز ده
احط مكانه ميه، صح؟ فممكن اشيل البريشر الجاز ده، اقول مين؟ رو ووتر في الجي في الاتش ووتر ايكوال رو ووتر في الجي في الاتش ووتر، بس خلي بالك اتش ووتر دي غير اتش ووتر دي، زائد رو ميركوري في الجي في الاتش ميركوري. طيب بقول لك يا مستر، طالما اليمين زي الشمال بالظبط نعرف نشطب الجي، فالجي طارت مع الجي طارت مع الجي. طيب بقول لك ايه، يعني ايه ريلاتيف دينستي اوف ميركوري؟ يعني على الووتر، يعني الدينستي الميركوري على الووتر. طب انا ممكن اقسم كل الايكويشن على رول ووتر، رول ووتر، رول ووتر، يطلع مين؟ الرول ووتر تطير مع الرول ووتر يطلع هايت الووتر اللي انت عايزه، صح؟ رول ووتر هتطير مع الرول ووتر هيتبقى هايت الووتر ده اللي هو كان كام سنتي؟ خلي بالك بقى من هنا لحد فوق كام؟ 10 و10 20 زائد ما رول الميركوري على رول ووتر لو اتشطبوا مع بعض يتبقى الريلاتيف دينستي بتاعت الميركوري اللي هي كان 13.6، صح؟ في هايت الميركوري اللي هي كان بكام بقى يا معلم؟ هو قال لي 76 سم، يا ابن اللذينه يبقى في 76 سم، صح؟ وخلاص من هنا تعرف تجيب الاجابات كلها بالسم، يبقى تقول له 20 زائد 13.6 في 75. انا اسف 75 مش 76، انا اخر اليوم هيست خلاص. هيطلع 1040. تطلع من الاجابه كام؟ 1040. يعني الاجابه رقم كام؟ ها صح، بس عشان ما تلخبطش، ده زائد ده، صح ولا غلط؟ الجاز ايكوال ده زائد ده، بس يبقى الاجابه يا معلم 1040. يلا يا باشا اللي بعده. قال لك the opposite figure represent mercury manometer، ماشي؟ mercury مستار، ده تيوب تخنت يا عم، انت مالكش دعوه الكلام ده كله هادي، صح؟ containing an amount of oxygen، حلو، او في هنا شويه اكسجين. قال لك oxygen gas above the mercury surface، جميل، in enclosed short arm، تمام، حلو جدا، enclosed short arm. وثانيه كان معمول ان ده طرق اتش وده طرق اتش، بس هي اتمسحت، ماشي. in the short arm if atmospheric pressure is equivalent to h سنتيمتر، ماشي، والاتموسفيريك بريشر in terms of h then the pressure of closed gas is كام؟ تعالى واحده واحده، يلا مستر. والله بص، اولا دايما ببدا من النقطه دي اهي، من هنا ايكوال هنا اهو، صح؟ يلا بابا، يبقى بريشر الجاز ايكوال، تعالى بس نعمل لون مختلف عشان نشوف اهو، والله بريشر الجاز ايكوال اتموسفيريك بريشر زائد مين يا معلم؟ البريشر بتاع الميركوري اللي هو الحته اللي فوقيها. طب مستر لو هي كلها 3 اتش، الحته اللي تحت دي اتش، يبقى الحته اللي فوق كام؟ 2 اتش، صح؟ يبقى ايكوال بريشر الجاز ايكوال كام بقى يا معلم؟ اولا قال لك الاتموسفيريك بريشر ايكويفالنت تو اتش، خلاص يا عم الاتموسفيريك بريشر اسمه اتش، والميركوري بكام؟ ب 2 اتش، يبقى كله كام؟ 3 اتش، صح؟ يعني البي بتاع الجاز كام اتموسفيريك بريشر؟ ما الاتش هو الاتموسفيريك بريشر، يبقى 3 بي، فاهم حاجه؟ عشان خلاص البي جاز ايكوال 3 اتش، والاتش ده الاتموسفيريك بريشر، يبقى 3 مين؟ 3 بي. اللي بعده mercury manometer is connected to thermally isolated gas reservoir in which pressure of enclosed gas is higher than the atmospheric pressure at sea level. حلو جدا. If the manometer is transferred top of mountain, that the height difference between of mercury level in the arm of manometer هيزيد ولا هيقل؟ يلا بابا واحدة واحدة. أنا عندي manometer connected to a thermally isolated gas reservoir in which pressure of enclosed gas أكبر من الاتموسفيريك بريشر. يلا بابا اهو تخيل كده closed gas ماله ازيد من الاتموسفيريك بريشر، فده يبقى تحت وده يبقى فوق، صح؟ هيبقى في فرق هايته اللي هي الحته دي، صح ولا غلط؟ اهي تمام. قال لك if the manometer is transferred to both mountain، على مستر اولا والله هنا بريشر الجاز ايكوال البريشر الميركوري زائد بي اي، صح؟ طيب عشان هو في ضغط جو زائد شويه الهيدروجين زائد شويه الميركوري دي ايكوال البريشر بتاع الجاز. طيب لو انا يا حبيبي طلعت التوب اوف ماونتن، يبقى الضغط الجوي بيقل،
صح ولا غلط؟ ومعنى ان الضغط الجوي قل، تمام، يعني البريشر وبريشر الجاز ثابت، ده ثابت، ده كونستانت خلاص، صح؟ ده معناه اللي ده يا مستر لازم يحصل له ايه؟ يزيد عشان ياكل القصه، صح؟ تاني يا بابا، لو نفترض قلت لك 4 ايكوال مثلا 3 بلس او مثلا 10 ايكوال 5 بلس 5 مثلا، ال 10 دي يا مستر ثابته، وال5 الثانيه دي قلت بقت ب 3، يبقى لازم ال5 الاولانيه تزيد تبقى 7 عشان تفضل دي ايه؟ ال 10 ثابت. قال لك ده اللي هيحصل، صح ولا غلط؟ من الاخر بقول لك ايه، كان الجاز، كان الجاز بيضغط، طلع شويه ميركوري، وفي ضغط جو، ضغط الجو قل فاللي بيضغط فوق قليل، لا فالجاز بقى اقوى فهيضغط اكتر فالجاز هيطلع فوق اكتر. يبقى الفرق الهايت ديفرنس الميركوري ليفل هيزيد ولا يقل؟ اكيد طبعا انكريس، صح ولا غلط؟ عشان الجاز ضغط اقوى فهو طلع فوق سنه، عشان الاير بقى اضعف. تعال نشوف اللي بعده. The opposite figure show mercury manometer، ماشي، being used to measure pressure of gas enclosed in reservoir، ماشي. then the atmospheric pressure كذا، عايز البريشر اوف enclosed gas، ماشي يا عم، عينيا ليك. والله بريشر الجاز ايكوال، والله يا مستر هنا في ضغط جو زائد شويه ميركوري، طولهم كام؟ ثانيه بقى، ده 50 و150 يعني 100 ملم اتش جي، صح؟ يبقى والله بريشر الميركوري زائد بريشر الاتموسفيريك اللي هو كام؟ 750 زائد 100 ايكوال كام؟ 850 ملم اتش جي. يبقى الاجابه رقم دي. سؤال جميل. البي بقى بتاعه او الدبل اي، قال لك if the gas pressure is decreased by 20، ايه ده؟ الجاز قل ب 20، then the reading of mercury level on the scale will be كام؟ سؤال تحفه. بص بقى، قال لك ضغط الجاز قل ب 20 ملم اتش جي، ايه اللي هيحصل للريدنج بتاع الميركوري؟ تمام، اون ذا سكيل، الارم اللي في ريسيرفوار والفري ارم. طيب واحده واحده كده وربنا يستر عشان تفهم. يعني ايه يا بابا ضغط الجاز قل؟ وقل بكام؟ قل ب 20، صح؟ هل ال 20 دي بذمتك كلهم مثلا هيطلعوا هنا؟ لا، امال هتتقسم على الاثنين. يعني ايه مثلا هتتقسم على الاثنين؟ قال لك ال 20 دي هتتقسم 10 هنا تزيد و10 هنا تقل. فاهم حاجه؟ عشان ياكلوا الدنيا. تاني يا بابا، تاني، انا دلوقتي الجاز ريسيرفوار اهو بالشكل ده، صح؟ كان واقف عند 50 و150، صح؟ طيب هل لو زاد هل ينفع يزيد من ناحيه واحده وما يقلش في الثانيه؟ لا، والمستر قال لنا فاكر لازم يزيد او يقل بالتساوي. يعني ايه بالتساوي؟ يعني الجاز لو قل ب 20 مللي، صح؟ هل هينزل 20 مللي كلها ناحيه الجاز؟ لا يا مستر، في الحاله دي يحصل ايه؟ قال لك ال 20 دي هتتقسم على الاثنين تطلع بكام؟ 10 مللي، صح؟ متر. ففي الحاله دي اللي يحصل، يلا يا مستر، الجاز بقى اضعف 20، صح؟ هيطلع من هنا 10 سم، جميل، وينزل من الناحيه الثانيه، ما ده معناه ان الاير بقى اقوى منه ب 10 برضه، يقف عند كام؟ فده نزل 10 واقف عند ال 140 اهو، وده زاد 10 بدل ما 50 بقى عند ال 60، يبقى عند الفري ارم بقى 140 وعند الناحيه الثانيه 60. قشطه كده؟ فحتى هنا حصل فعلا الديفرنس اللي بينهم. فاهم قصدي؟ تاني يا بابا، ديفرنس قل ب 20، صح؟ هل ال 20 دي كلها هتطلع من ناحيه واحده؟ اولا يعني ايه الجاز بريشر قل ب 20؟ يعني الناحيه بتاعته هتطلع، صح؟ والاير بقى اقوى فالناحيه بتاعته تنزل. هل ده هيطلع 20 وده ينزل 20؟ استحاله، هتلاقي الفرق بينهم ب 40، غلط، صح؟ امال؟ قال لك خلاص الرقم اللي ده هيتقسم على الاثنين، فالاضعف طلع سنه بقى 60، والاير دلوقتي بقى اقوى منه هينزل سنه، هيبقى كام؟ هينزل 10 هيبقى 140. يبقى الاجابه رقم دي. تعال نكمل. The opposite figure show mercury manometer with uniform cross section, one of its arm connected to reservoir connected to enclosed gas. حلو. When tab key is open، فتحنا كي، the level of mercury هيحصل له ايه؟ السؤال ده هبل بقى. ليه؟ يلا يا بابا. اولا لو فتحت الريسيرفوار ده
هل هنا بقى في جاز بيضغط؟ لا، الجاز هيطير. فبقى هنا مستر في اتموسفيريك بريشر، وهنا برضو بقى فيه اتموسفيريك بريشر. طيب يبقى الاثنين لازم يكونوا في نفس الايه؟ مستوى. هلاقي دلوقتي واحد مغفل قال لي خلاص يبقى ده هيقل ب 10 سم. غلط. ليه؟ والله العظيم اي حاجه بتقل او بتزيد لازم تبقى بالتساوي. يعني ايه لازم بالتساوي؟ يعني ما ينفعش ده مثلا يقل 10 ويروح ده طالع 10، يبقى انا كده ما استفدتش حاجه. صح؟ امال امتى بابا يبقى ايكوال؟ ان التين ده هينزل 5 سم واللي تحت ده يطلع 5 سم، فيبقى نزل 2 سم. فاهمني؟ بس يبقى الارم اكس هيحصل له ايه؟ هيطلع بخمسة. طب ارم واي هينزل بخمسة. دي التركه اللي انا قلتها لك، اي حاجه بتزيد او بتقل هتتساوى في الناحيتين مش من ناحيه واحده. فاهم حاجه؟ فانا يا مستر ده معناه ان خلاص، ما معنى ان ده بقى ضغط جوي دلوقتي، ما ده لو اتفتح هيبقى بريشر اريا، انا اسف اتموسفيريك بريشر، وده برضو اتموسفيريك بريشر. يعني لازم الاثنين يوصلوا نفس الليفل. هيوصل زي نفس الليفل، هيبقى ده كده يقل من تحت ده 5 سم كده، وده يزيد ال 5 سم دي، فالاثنين بقوا مين؟ بص هتلاقيهم نفس مين؟ السيم هوريزونتال ليفل، يعني سيم بريشر. اللي بعده water manometer used to measure pressure of enclosed gas in container as shown in the figure. If mercury is used instead of water الهايت هيحصل له ايه؟ بالعقل كده. واحنا يا مستر ايه فكرة الميركوري؟ الميركوري دايما تقيل، فالكولم بتاعه صغير يبقى كده هيقل. اما الووتر خفيف فالكولم بتاعه كبير. اللي بعده the opposite figure represent a mercury manometer. جامد. connected through one of its arm to tank containing volume of mercury. الناحية التانية برضو في تانك فيه volume of mercury. جميل. while its other arm is open to the atmospheric pressure كذا. عايز pressure at point x. فين point x اهي؟ صح ولا غلط؟ ثانية بوينت اكس تحت هنا خالص، بس هي متشالة. طيب تعالى نشوف. والله مستر نقطة اكس دي متأثرة ب 20 سم من الميركوري، كل الارتفاع ده زائد الهواء اللي ضاغط عليها من فوق. فالأول لازم أعرف الهواء ده بكام عشان أعرف أحسب. سؤال اتعاد كتير. يلا يا مستر. أول حاجة لازم أجيب البريشر بتاع مين؟ الجاز. ايكوال. خلي بالك بقى، هل بريشر الجاز ده؟ لا يا مستر بنشد الخط هنا. خلي بالك بقى، ده الجاز زائد 10 سم ميركوري ايكوال اتموسفيريك بريشر. صح ولا غلط؟ يا مستر يبقى الجاز زائد ميركوري ايكوال بي الاير او بي الاتموسفير. كام يا عم البي جاز؟ ده اللي انا عايزه. والميركوري تدفعه هنا كام؟ 10 سم. الاتموسفيريك بريشر بكام؟ 76. يطلع بريشر الجاز بكام؟ ده هيروح هناك بالماينس، هتطلع 66 سنتيمتر اتش جي. طيب هل ال 66 بس اللي دايس على نقطة اكس؟ لا، ده كمان 20 سم. يبقى بريشر ات اكس، بريشر الجاز اللي هو 66 زائد ال 20 سم يبقى 86 سنتيمتر اتش جي. يبقى الإجابة رقم دي. اللي بعده the opposite figure represent mercury manometer of uniform cross section connected with one arm to container. ماشي. closed by valve، مقفول بvalve and enclosing a gas under pressure 60 سنتيمتر اتش جي. ماشي يا عم. given that الاتموسفيريك بريشر كذا. so the valve get open the level of mercury of one of its arm كذا. سؤال تحفة. نفس الفكرة. يلا بابا. قال لك ده بص الجاز 60 ده الضغط بتاعه، والهواء الضغط اللي بره 76. يلا لو الفالف دي اتفتحت قال لك لا، هيبقى في فرق بريشر. صح ولا غلط؟ ففي الحالة دي بما ان الهواء اقوى فهينزل تحت شوية، والناحية الجاز هيطلع فوق شوية. فلو شدنا خط هنقول مين؟ هنقول والله بريشر الجاز زائد بريشر الميركوري ايكوال اتموسفيريك بريشر. صح؟ طب ما بريشر الجاز اللي هو 60 زائد كام يديني الاتموسفيريك بريشر اللي هو 76؟ هتلاقي البريشر بتاع الميركوري 16 سم. هنا بقى السؤال، هل ال 16 سم هتطلع كلها من ناحيه؟ لا. طب هل كلها تنزل من الناحيه الثانيه؟ والله العظيم لا. والله العظيم قلنا هتتقسم على الاثنين. يعني تقسم على الاثنين، ال 16 هتقسم على الاثنين هتطلع 8 سم. يعني ايه بقى 8 سم؟ الضعيف هيطلع فوق 8 والقوي ينزل تحت 8. صح ولا غلط؟ ففي الاخر تتاكل تبقى كام؟ تتاكل تبقى 16. يا ابن اللذينه. يبقى ايه يا معلم؟ يبقى 1 اوف اتس ارم
هيحصل له ايه؟ ها؟ لا ثانيه، هو عايز مين فيهم؟ when the valve open the level of mercury in open arm of manometer هيحصل له ايه؟ لا والله الاوبن ارم دي الناحيه القويه، فهتدوس هتنزل الليكويد لتحت، صح؟ يبقى decrease by 8 سم. وصلت كده؟ تعالى يا عم اللي بعده. The opposite figure show manometer containing a liquid. حلو. containing a liquid of density rho while each of its arm connected to reservoir contain two different gas. Then the pressure of gas X compared to Y. طيب واحدة واحدة كده. والله العظيم ولا بخاف ولا أي حاجة من الهبل ده. أشوف separating surface. والله أكل البريشر هنا إيكوال هنا. صح؟ جدع. يبقى إيه؟ هيبقى ها البريشر بتاع الجاز واي زائد بريشر بتاع الليكويد اللي انا ما اعرفوش اللي هو بريشر ال ايكوال بريشر جاز اكس. شكرا. طيب يبقى بريشر هو عايز مين؟ زين ذا بريشر جاز اكس ايكوال ايه؟ يلا يا مستر. والله بريشر جاز واي، صح ولا غلط؟ هو قال لك ايه؟ اكبر من ولا اصغر من؟ خلاص يلا يا عم بريشر جاز اكس والله اكبر من واي بالشويه دول اهو، صح ولا غلط؟ يبقى اولا جاز اكس كومبيرد تو جاز واي اكبر منه بالليكويد ده اللي هو كام يا مستر الليكويد ده؟ رو، عشان هو اسمه رو في الجي، في الهايت ده اسمه اتش اهو، يبقى اكبر منه بمين؟ هاير بيروجي اتش. صح ولا غلط؟ هاير بيروجي اتش. بس كده شكرا. ايه الهبل ده؟ اللي بعده. The opposite figure show a mercury manometer each of its arm connected to reservoir containing enclosed gas X and Y. Then the relation between pressure X and Y. يلا يا مستر بص، نفس والله البريشر اهو، نقطة هنا قد هنا، صح؟ نفس القصة. يبقى بريشر واي زائد البريشر الميركوري ايكوال بريشر اكس. صح ولا ايه؟ خلاص موضوع بسيط. ها يبقى هل اكس زائد واي ايكوال اتش؟ غلط. هل اكس ايكوال واي؟ غلط. مين اقوى؟ اكيد طبعا اكس عشان هو اللي زق الميركوري لتحت، يبقى اكس اكبر من واي. الاجابه رقم ايه؟ اخر سؤالين. The opposite figure show a mercury manometer each of its arm connected to reservoir containing enclosed gas. قال لك الاتموسفيريك بريشر 76 ده البي اي. then the difference in pressure between two gas. يلا مستر. والله بص ده بقى الاسئله الايه الهبله بقى. هو الفرق بين الجازات مين؟ والله ال 10 سم دي، صح ولا غلط؟ مش يا حبيبي البريشر واي ايكوال بريشر الميركوري زائد البريشر الاكس. ما لو عملت بريشر واي ماينس بريشر اكس يبقى مين؟ بريشر الميركوري اللي هو كام سنتي؟ 10 سنتي. يبقى 10 سنتي متر اتش جي. ده بقى سؤال ايه ما يعني ملوش لازمه يعني. اللي بعده اخر سؤال ونبقى كده الحمد لله خلصنا. The opposite figure show two manometer connected to gas container. ماشي. through to open valve. ماشي يا عم. if the manometer has different tube radii ولا تفرق معايا. ماشي. and contain different liquid. ماشي يا عم. which of the following is the reason for difference in height of liquid in manometer. يلا واحدة واحدة كده. مين يا جماعة عنده هايت أعلى؟ ها؟ أولا ده نفس الجاز، صح؟ ماشي. الجاز ده هيعمل مرة هنا كده ونفس الجاز هيعمل مرة هنا كده، صح؟ طلع مرة هنا في ليكويد 2 طلع مسافة صغيرة وفي ليكويد 1 طلع مسافة كبيرة. تفتكر ليه؟ سبحان الله. مستر قال لنا والله العظيم الخفيف هعمل منه عمود طويل، أما التقيل هعمل منه عمود صغير. فاكر؟ كيلو الحديد ولا كيلو الريش؟ مستر كيلو الحديد الاتنين نفس الكيلو صح؟ بس خلي بالك بقى الحديد عشان تقيل جبت منه حتة صغيرة، اما الريش عشان خفيف جبت منه حاجات كتيرة جدا. ده نفس القصة. يبقى من غير ما اقرا اكيد يا مستر الدينستي بتاع 2 اكبر من الدينستي بتاعت 1. ليه؟ والله الدينستي مستر مش خلاص الاتنين نفس البريشر؟ يلا بابا البريشر ايكوال رو جي اتش. طب ما مستر الجي ثابت صح؟ يبقى الهايت ايكوال هتودي الرو بالعكس، يبقى بريشر على اتش بريشر على الرو. طب ما مستر خلاص برضو هنا البريشر ثابت، اصبح ان الهايت عكس الدينستي. يعني اللي عنده هايت قليل عنده دينستي عاليه، واللي عنده هايت عالي عنده دينستي قليله والعكس صحيح. يبقى تعالى نقرا بقى.
هل الراديوس ان مانومتر از سمولر؟ مالهاش علاقه. هل الليكويد دينستي 1 اعلى من 2؟ غلط. هل الدينستي ان 1 ليس ذان 2؟ اه طبعا هي دي لمين؟ هي دي اللي صح، الاجابه رقم سي. طب هل فالف 1 هاير ذان فالف 2؟ في حاجه اسمها فالف اكبر من فالف؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا كل اسئله المعاصر. تمام. بعد اذنك ركز كويس، اهتم بكل التفاصيل، اهتم بكل الافكار. خلي عندك مايند سيت محترمه ان انت عارف ان السؤال لو جه يطلب منك 1 2 3 وبامانه في كل الاسئله حلينا بنفس الاسطمبه. لو عوزت اي حاجه ابعت لي، انا عنيا ليك في اي وقت. تمام. وربنا معاكم، وان شاء الله اشوفكم المره الجايه في اخر حصه في شابتر 5، وبعد كده نبدا في اخر شابتر عشان بعد كده نبدا المراجعات. ربنا معاكم، اشوفكم الحصه الجايه.